هذه الدوره. طرحت مقابله سيناريوهات عديده قد تحدث، انما المؤكد هو ان فريق الرجاء يبحث عن الفوز، فريق الرجاء لم تبارح حياة الحارس التطواني. هذا الحارس الشاب دوزي، واحد من المعاون عليهم، انتزع رسميته بشكل دقيق. قلت احتمالات عديده وسيناريوهات عديده في هذه المقابله. تطوان تبحث عن التعادل يعرف ويحلق في الحمام البيضاء حاليا، انما الرجاء تبحث عن الفوز. واليوم يمكن نقول لك لا بلاك تورنوس، الورقه الرابحه اللي يمكن يراهن عليها المدرب فوزي البنزرتي، يمكن اندهاش خاصه الرجاء، انما القرار النهائي يعود للمدرب فوزي البنزرتي. اجلس يشوط واحد من هداف الفريق وادخل حمزه بورسوق العائد منذ بضعه اسابيع بعد ايقاف بورسوق الذي انتقل كما يعلم الجميع قبل بدايه المقابله الجديده، ودخلت في شنعان مع مدرب البنزرتي. المكتب المدير للرجاء اجل كل شيء، ربما لكي لا يعكر صفو هذه المسيره الموفقه للاثار فريق الرجاء. المقابله مفتوحه على صفيح ساخن والطوفان الهادر من الامطار في هذه المقابله التي تخلق الحدث. والحاج الحارس خالد عسكري، اقرب لاعبين بالمعلم، صاحب الهدف المثير في مقابله جديده. ضغط عند الهاشمي، واحد من الاطيره جيد، مشى لابيدي محاوله مباشره ديال الحارس لابيدي الذي كان على مقابله الدفاع الحسني الجديد، بحكم انه تلقى الورقه الحمراء الدور 20 بمنافس شديد امام فريق الرجاء. فيما فوز البنزرتي المعروف عليه الانطوائيه والعمله، انما يناقش امور ارضيه الملعب، ما عندوش خرجات كثير على المستوى الهلامي، انما يثبت امكاناته في رقعه الملعب. كره لصالحي لاعب بامكانات كبيره، بامكانه يكون افضل. كره لعادل الكاروشي، المقابله ستكون تكتيكيه وستتشفف بجزئيات صغيره. من جديد نعرف ان قوه فريق المغرب التطواني خلق الضغط العالي، صحيح كونترول صحيح، يخص كره عند الراقي زوينه مشى عند هاشمي، لما وصل مابيدي محاصر، هناك محاولة مرور، امكانات كبيره تبادل كروي، عندك واحد اثنين يخرجوا كره من نطاق ضيق، انتهى الكروي مع البدايه محاولة تسري شاف انما تسدد. فكره جيده لبورسوق، يعني قيل الكثير عن مدى صلاحيه او تاهيل لاعب مابيدي، انما لا اعتقد ان مسؤول الرجاء هذه الحموله التاريخيه وهذه التجربه يغامروا بلاعب غير مؤهل، انما الصواب ان مابيدي يعني من لمعرفه هذا الحب الجانب الذي يربط مابيدي بالرجاء، ترك منتخب بلاده افريقيا الوسطى في اللقاء التمهيدي لكاس افريقيا الامم امام غينيا بيساو، واصر للبقاء مع وسط الرجاء. حنا الرجاء منحته النجوميه، منحته الاستقرار، والان يبادل بهذا الحب وبهذا الوفاء. ومابيدي بالمناسبه ابرز هداف فقط الفريق الى جانب محسن ياسور، اعلام في المئات ان لم اقل في الالاف تؤسس الفضاء. هذا هو سواء المغرب التطواني او المغرب الكره التطوانيه تمشي للخط الوسط، تبادل كروي، خط صانع الالعاب تمشي لمامر ايمن، دور النعيم، محاوله اختراق، محاوله استدهاد، محاوله كثيره، محاوله مرور، انما انا امرابط ضايع. المقابله تنطلق بايقاع اقول متوسط ارتباط التخوف والجاتي في نفسيه اللاعبين، لا احد يريد المبالغه. متولي كره طريقه المابيدي، محاصر من طرف الدفاع، هذا الذي الخلاطي، محاوله المرور، انما الذي الخلاطي وصل الحارس الامكانات مهمه، ارتقاء هذه الكاروشي، كره طريقه لزور النعيم، تمشي لخط الوسط عند جاحو قريب من زيد كاروش، كيلعبوا على المضادات، فريق ما تيدخلش الدفاع، تمشي لعند النعيم عند الدوري الوطني، محاولة المرور، تمشي عند زيد كاروش، يمرر، انما تجي ضربه ثانيه رجاوي، المتولي يمر كره سميله، تمشي محاولة لمابيدي، انما تغطيه جيده للخلاطي، تبادل كروي باللمسه الوحيده، تمريره هذا بالمعلم سماطره او عيون تقنيين كثر تتواجد الامور كالرياضه محمد خامس بالدار البيضاء، من ضمنهم بعض مبعوثي فريق باليرمو الذين يتابعون بعض اللاعبين من طرف فريق الرجاء، خصوصا المدافع بالمعلم. يعني الكثير من اللاعبين يبحثون عن النجوميه وتغيير الافاق، انما الان الرجاء بحاجه لكل اللاعبين. كره طريق الرجاء تمشي عند كورتو، يمر عند صاحي، وحول مرور، بحث عن مهارات فرديه اكثر مما بحث عن التمرير او تسديد مباشره. منتزعه صحيح تمشي لعند فريق الرجاء تضغط، كره طريقه بالمعلم، هذا كول ايفواري، يمر عن محسن المتولي، الاكثريه جميله
جميله جميله جميله انما بعيده مباشره. يقرا الحسابات جيدا الحارس، يقرا الحسابات جيدا الحارس. بطبيعه الحال ربما تشوف نتيجه واحده فقط هي اللي يمكن تحسم اللقب اليوم، هي تسعى الفريق المغرب التطواني هنا في المركب الرياضي محمد خالد القادر. عدا ذلك كل شيء سيؤجل حتى الدوره 30. المغرب التطواني سيستضيف الفريق البرتغالي النهضه البركانيه، وفريق الرجاء سيعرج على ملعب المسيره الاسفي في لقاء حارق امام القرش المسلوي. كره رجويه يقول حكم المقابله تماس لبعد فريق الرجاء، يعني المقابله تحدث الانفاس، مقابله يمكن نقول فيها كل الاحتمالات وارده، مقابله ستحسب بجزئيه صغيره، انما القراءه الكبيره هي للمدربه هي الفريق الراقي. يمر كره عرضيه تمشي عند كونترول جميل، تمشي عند المتولي ماذا يفعل مع المرور، المتولي يمر جدار بشري واول تهديد في المقابله، ربما لمست الكره رجع المدافع هذا عادل كاروشي. هذا اول اعطاء الرجاء في المقابله، يتلعب بسرعه ما بيديه قريب المتولي بدا يمر عند الكاروشي، بدا زكريا الهاشمي ماذا يفعل مع المرور، غرق على الزاويه وتجي الزاويه الثانيه ضغط طفيف للرجاء في هذه البدايه، وتطوان تراقب المقابله، تنوم المقابله وتلعب على هجمات مضاغطه. كره رجاويه تمشي عند عادل كاروشي، يمر راسيه اظنه الحاج اول تهديد حقيقي في المقابله، ونذكر ان الرجاء حسب المصادر ما وصل من اخبار ركز كثير بنظرتي على الكره الثالثه، يمكن ركز كثير على الكره الثالثه، يمكن تكون واحده من المفاتيح ديال اللعب كما جاء الهدف مقابله امام بلشيخه من الكره الثالثه نفذها عادل الكاروشي وارتمى بالراس المدافع بالمعلم، وقال بالمعلم وصرح بانه قد يعيدوا ما صنعوا امام جديده في هذه المقابله. على اي كل شيء وارد في كره القدم. كره تطوانيه تمشي عند ناعم منتزعه في الصحاح من جديد كوكو رئه الرجاء في الوسط الى جانب الرقي، لاعبان يجيدان استرجاع الكره. هذا بورزو يريد ان يعود للواجهه، هذه فرصته ربما لعب على الجانب السيكولوجي المدرب فوزي الفنطسي لما ابقى يصور واحد من الهدافين وادخل بورزو. هذه اختيارات تكتيكيه ربما في الجانب النفسي اكثر من التكتيك، على اي السر واللغز والانفتاح هو عند الفنطسي ومع اقرب المساعدين وليس شخص اخر. كره رجاويه من جديد عند كاروشي، هذا الراقي يرتقي باسلوب الرجاء، يمر للوسط تمشي بعيده على المتولي كره للمغرب التطواني. هذا جاحوح حتى قبل هذه المقابله كثرت الاشاعات الموسم القادم سيستقطب هذا اللاعب وذاك من الرجاء المغرب التطواني والعكس صحيح. الصواب حتى الان وان الكل يركز على هذه المقابله، الموسم لم ينتهي بعد. كره للرجاء عادل كاروشي واحد من اللاعبين المميزين في الدوري الوطني ان شاء الله مايسترو. هذا المتولي ماذا على المرور الحكم كان قريب 3 ديال الامتار ما نقولش قريب، وتدخله على درجه عاليه من الصواب، على اعتبار انا اعتبره افضل حكم في الدوري المغربي ومن افضل الحكام على المستوى العربي والافريقي. قيل الكثير الرجاء رفضت رشيد بوالحواجب، ربما لم يرى رشيد بوالحواجب، انما اللجنه المركزيه للتحكيم جزت نبض الرجاء وعرجت على هذا الحكم الذي اعتبره واحد من افضل الحكام على المستوى العربي والافريقي. 35 سنه الحكم، ابن لوز عوام، ابن الحكم سابق شيد دولي منذ يحمل شرف دوليه منذ 2009. المقابله متواصله، ترقب وقسمات وجوه لاعبين التحكيم الكل على درجه عاليه من التركيز، لا احد يريد المغامره، انما الاقرب للمرمى الان ولو نسبيا هو فريق الرجاء. كره لاولحاد تمشي عند كوكو الكل يعلم انه يحمل الجنسيه المغربيه، حلمه الكبير انه يحمل القميص ديال الفريق الوطني ديال هذا طموح مشروع، قال انه يحس انه داخل بلده ما ينطبق على كوكو ينطبق على مابيدي كما قلت. ترك منتخب بلاده فريق الوسطى امام غينيا بيساو واصر للبقاء مع الرجاء. هذا الحب الجارف، الحب الاخضر والابيض يجري في القلوب، وهذا ما وقع لمابيدي. ضربه خطا للرجاء، الراقي محسن متولي، مراقبه يعني جوج جداران للمغرب التطواني في هذه المقابله ولا يريد المجازفه، يلعب باقتصاد، انما ما ينتزع التطواني الكره يرفعون من الايقاع وبذلك يحاولون الوصول للمرمى. انما هذه ضربه خطا عند الرجاء. هذا الراقي يسدد جيدا، الراقي سدد من مسافه بعيده انما خارج اطار مرمى الحارس، يعني يمكن هدف
يمكن هدف الرجاء اكثر اندفاع على اعتبار انه يبحث عن الفوز. لما المغرب التطواني يلعب بهدوء، يناقش دقائق المقابله لامتصاص حماس اللاعبين. ذلك يعني صوره في المدرجات تحكي اشياء عديده. نتمنى الحماس المدرجات يدب الاقدام اللاعبين ويرفعوا مدار المقابله. انتقال زكريا الهاشمي، مابيدي الكونترول بورسو غادي يمر عند صالحي، يوجد الاختراق، صالحي من الدفاع، صالحي محاول المرور، تاخر كثير وصعب عليه الماموريا، كان في وضعيته سهله، انما لما اراد الاحتفاظ اكثر بالكره شدد على خينا. انتقال بن المعلم مباشره للمرمى. المغرب التطواني يعني كما قلت في 9 ديال السنوات صحح اشياء عديده. غاب لسنوات في كاس ديال الظل لما صعد في 2005، يعني رفع من الوتيره ودربه بعد ذلك في موسم 2006 المدرب عبد الهادي السكيتي هو اللي صنع مع الفريق نتائج رائعه وحتى الرتبه الثانيه، وكانت عنده مشاركه على مستوى البطوله العربيه كاس العربي. بعد ذلك جاء من بعده محمد فخير ومدربه كوتر، يعني رسموا خارطه الطريق لفريق المغرب التطواني. والان يصير الدور لعزيز العمري اللي يمكن نقول بانه مدرب محظوظ لانه كيتشوف داخل فريق مهيكل، فريق يهيئ كل الظروف المريحه للمدرب للاعبين. وبذلك انا لا ارمي الكلام على عوائنيه. المغرب التطواني الان واحد من 4 تصنيفات الفرق المهيكل بشكل رائع في الدوري المغربي لكره القدم. فبذلك العامري فاز ما قبل السنه الماضيه باول لقب في تاريخ الحمامه البيضاء لكره القدم. هذا هو الموسم الرابع لهذا المدرب مع الفريق. الفريق الذي يلعب كره جميله، كره ممتعه. نذكر بان الفريق سجل في 2011 41 هدف، في 2012 41 هدف، وهذا الموسم سجل 34 هدف، يعني تقريبا نمشيو للرقم 120 هدف في 3 سنوات، رقم ماشي سهل. هذا يعطي الانطباع بان اسلوب عزيز العمري اسلوب هجومي يلعب على الفرجه، على المتعه واعطاء الدفء اللازم للجمهور. ما بيدي مرر الكره تمشي مباشره للخط الوسط، هذا كره سريعه لفريق المغرب التطواني. محاوله الرجاء تاع الدفاع متقدم، ما تيسقوش مساحه اللاعب لانه البنزرتي كما قلت وقال ذلك شاهد عشرات الاشرطه لفريق المغرب التطواني غادي يلعب بضغط عالي باش ما يعطيش الفرصه للاعبين التطواني، لان التطوان توجد احتكار الكره، يعني مع العباره اللاعبين كيصبروا كثير باش يجدوا حلول. هو الشيء اللي حصل المغرب التطواني اكثر من المقابله. خضروا في مره مشى الزهير ناعم، محاوله من زاويه مستحيله، انما هذا الهردومي عبد المولى الهردومي من زاويه صعبه، يعني الشركه خصو تعمل هو اللي يعمل الان، انما الحارس يقف في المكان المناسب. ما بيدي محاصره 4 لاعبين، كره طريقه الراقي تمشي عند ياسين صالحي محاوله المرور، الكره في طريقه اليمين، محاوله تمرير برزق الصالحي، مقابله ايقاع يمكن نقول متوسط، وفيها بعض التمريرات الخاطئه خصوصا طرف لاعبي فريق الرجاء، لان الضغط كبير ولا لاعبي فريق الرجاء عندهم ضغط كبير في هذه المقابله، يعني ما عندهمش خيار الا تحقيق الفوز. زهير نعيم كثير من الناس ما يعرفوش زهير نعيم الدراج في البيئه الصغرى فريق الرجاء، هو القادم من اليوسفيه، ومن بعد ذلك الان هو في جلفاني ملاذ، اليوم هو هداف الدوري الوطني لكره القدم وبارقام مهمه. زهير نعيم عنده 11 هدف، فيما زملاء كون ايفواري من حسب اكادير الرتبه الثانيه ب 9 ديال الاهداف، يجور من الرجاء البحري، من الفتح ما بيدي من الرجاء المدينه النغمي من جيش مالكي، وكواكو باتريك من الحسنيه، كل واحد من هؤلاء 5 في جعبته 8 ديال الاهداف. كره تطوانيه، ضربه خطا في دائره الوسط، والفوزي عزيز عمري عكس فوزي البنزرتي واقف منذ بدايه المقابله، ربما الضغط عليه اكثر من البنزرتي مجرد. البنزرتي انصار المغرب التطواني بالالاف في المنصه المغطاه الجنوبيه، المركب الرياضي محمد الخامس بالضرب البيضاء. قلت البنزرتي هادئ، لا يبالغ دكه البدلاء، ولا يتحدث الا نادرا. يمكن الشيء اللي كيخص ترتبوا على امتداد الاسبوع ولا غيمد اللاعبين يمكن بين الشوطين، انما المؤكد الان هو ان عزيز العمري واقف ربما على اعصابه، يعرف انه يواجه فريق من طيرة فريق الرجاء في نزال فيه كل الاحتمالات وارده. كره رجاويه، الحكم يقول اعاده كره المغرب التطواني، نزل ايقاع المقابله نسبيا نصل الدقه 15 لمثل زكريا الهاشمي، واحد من المنادى عليه من دخول معسكر الفريق الوطني بالبرتغال. بدر الزكي
بطبيعه الحال وجدت دعوه ل 30 لاعب من ضمن بعض اللاعبين في الدوري الوطني لكره القدم، من ضمنهم ابرهون عميد فريق المغرب التطواني، هناك خالد العسكري، هناك محمد فولحات، زكريا الهاشمي، بن احمد الوداد. انما كثير من انصار فريق الرجاء ربما استغربوا لغياب نجمهم يعني المتولي. هذه اختيارات ديال المدرب الوطني، انما انصار الرجاء كان عندنا كثير من العديد من انصار فريق الرجاء ربما تفاجئوا لغياب المتولي، انما انا اقول هذه اختيارات تخص المدرب الوطني بدر الزكي. فلذلك لا اظن انه الزكي ستثق في اي لاعب مجتهد واي لاعب سيعطي الاضافه من اول المبعدين. تعرف حسب الصحافه الوطنيه هذه تعرف نجم فريق الميلان الاسي الذي لم يرد على مكالمات المدرب الوطني بدو الزكي، بذلك خرج الزكي من دور الصعود وقال تعرف اقصى نفسه بنفسه. فبذلك انا مع بقال بانه وقت التسيب والفوضى فريق وطني قد ولا. انا مع الزكي بهذه النقطه. انا الذي جور فريق وطني سنوات كثيره، خصوصا السنوات الاخيره تمت بالرغم من اللوجيستيك والامكانات الماديه المثيره ترصد الفريق الوطني، جاءت نتائج مخيبه في الفوضى التي كانت تعم يعني دواريب ديال الفريق الوطني. الان الزكي عاد بالصرامه المعوده، ما لا يمكن ان نثمن هذا النهج الصارم الذي سيخط به وسيصوم به خارطه طريق الفريق الوطني. الكره المغربيه المقبله على كاس القاريه هنا في بلادنا، فالفرصه مواتيه لاعاده بناء الفريق الوطني واعاده منظومه كره القدم الوطنيه، كره تطوانيه. تكتيك صارم في هذه المقابله، تكتيك صارم في هذه المقابله. يمكن تغيب الفرجه، انما الكل يبحث عن يعني الوصول لمرمى الحارسين، حارسين مهمين، وان كان فريق السن بينهما تقريبا 10 ديال السنوات. خالد العسكري المخضرم في صوب فريق الرجاء، والحارس الشاب الواعي اليوسفي، واحد من الحراس الذين سيكون لهم شأن كبير. من حسن حتى انه مؤثر من طرف بوغرين الحارس السابق لفريق الرجاء، والشاذلي يرمي بكل ثقله داخل صوب فريق الرجاء، يؤثر للحارس خالد العسكري. الشاذلي بطبيعه الحال الى جانب عبد الصادق سيرافقان المدرب الوطني الاكثر تتويج الدوري الوطني. فرصه 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 عزيو زهير نعيم كاد ان يفعلها. زهير نعيم ان سل كالشعر من الهجين، هذا هو هداف الدوري الوطني. 11 ما كاينش تسلل، ما كان بناء هجومي على درجه عاليه، ثلاثه مثلث مضى منقذ يعني اللي كيتخط في لغه كره القدم هو اللي طبقوا نعيم لما مشى مع الحارس. اول تهديد حقيقي دوزيام بوطو، يعني الزاويه الثانيه لما خطير جدا فريق المغرب التطواني في الهجمات المرتده. قلت يقدر ينوي المقابله ويستحق على هدف مباغت في اي لحظه. المقابله مفتوحه على جميع الاحتمالات. كره لصالحي تواضع نسبيا. كيف السبيل؟ اقفلت كل الممرات، اقفلت كل الممرات، وحدها المهارات الفرديه او كره ثابته يمكن تكون الحل. كره رجاويه مباشره عند الحارس، مباشره عند الحارس. ويمكن انا نعتقد ان الفرق يمكن يسجل، يمكن يحسم المقابله، لان المقابله ستحسم بجزئيات ضئيله، ستحسم بجزئيات ضئيله. ونذكر لنا فريق الرجاء، نذكر فريق الرجاء يعني فاز 15 مقابله وتعادل في 10 وخسر 3 ديال المقابلات. عنده ثاني اقوى خط هجوم، بل عفوا فاز 15 مقابله وتعادل 9 مقابلات، هو انهزم في 6 ديال المقابلات. الرجاء على 35 هدف، اقوى خط هجوم، فرصه كان بعيده. 35 هدف للرجاء والمقابله 14، اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. المغرب التطواني فاز 15 مقابله، نفس الرقم ديال فريق الرجاء، تعادل 10 مقابلات وخسر 3 ديال الهزائم. الفريق الاقل تعرض للهزائم، سجل التطواني 34 هدف ودخلت مرمى ديال 19 اصابه. يعني هذه ارقام فقط لتقريب المشاهد الكريم، يعني تقارب كبير في الارقام تتحدث. وبذلك نترقب يعني نهايه مثيره للدوري الوطني لكره القدم. كره رجاويه، هذا مباشره للحارس يعني فرص نادي، يمكن نقول فرصه الكونفرنس. ابرز فرصه للرجاء كان وراء اللاعب أولحاد، ومنذ حين كاد ان يباغت زهير نعيم مرمى الحارس خالد العسكري بكره مركزه، انما جانب التعامل الايسر لمرمى الحارس الرجاوي خالد العسكري. بطبيعه الحال اشياء عديده. الرجاء لا احد راهن بعد الانتهاء
الانتشاء بكاس العالم والوصول التاريخي امام فريق البافاري الكبير بايرن. الرجاء وهذا شيء عادي جدا. مروا اللاعبين بعد الجهد الخارق اللي بداوا 5 ديال المقابلات، انهارت امكاناتهم البدنيه والفريق تراجع كعطاء، انما امام الضغط الجماهيري وامام يعني حتى الحوافز الماليه اللي خلقها يعني رصدها المكتب المسير للاعبين، استرجعوا قواهم وعادوا في النتيجه. والدليل الفريق انتزع 19 نقطه من اصل 21 7 ديال اللقاءات. يعني هذا شيء مهم جدا. بل اكثر من ذلك اللاعب الواعد عبد الكبير الوادي يعني الذي سبق له سجل هدفين للفريق، يعني ولاعب امكانات مهمه يعني تطارده الاصابه. انما الان عياده الرجاء فارغه، العياده الطبيه على اعتبار المجهودات الكبيره اللي دارها مصطفى البهليوي طبيب الفريق واللاعب السابق في مرحله الثمانينيات من القرن الماضي. الان عياده الرجاء معافاه ولا تعرف اي اصابه، حتى كبير الوادي سيعود قريبا. احد اللاعبين المصاب ربما يوقف حكم المقابله. نذكر بانه الرجاء فاز بميدانيه في 10 ديال المقابلات وتعادل في 4 ديال اللقاءات. يعني ورسمي الان كيف ما كانت النتيجه اليوم وفي المقابله الاخيره الرجاء سيشارك في عصبه الابطال الافريقيه لكره القدم. البنزرتي ما قدموش كثير، تاريخه يتحدث عن 64 سنه، ابن مدينه المونستير. ابن مدينه المونستير واحده من المدن الصغيره القريبه من مدينه جميله سوسه. بدا التدريب في 77 78، لاعب سابق لفريق المونستير، ومن بعد ذلك بدا في اول فريق هو فريق سيدي بوزيد وصعد مع القسم الاول. بعد ذلك توالت مسيره الرجل مع الترجي التونسي، امامكم النجم الساحلي مكارم هديه، مشى الامارات العربيه المتحده، درب المنتخب التونسي في بطوله افريقيا الامم 2010 في انغولا، ودرب المنتخب الليبي لمده سنتين. يعني الانديه كثيره تطلب ود الرجاء، انما اليوم هو داخل الرجاء وداخل اسره الرجاء، وقال بانه يحلم بتحقيق القاب الاخرى مع فريق الرجاء. كره تطوانيه تمشي بخط الوسط وحول المرور، كانت عند نصير الميموني، تبادل هذا خضروف لاعب صف اتحاد المحمديه. المساحه الضيقه، المساحه الضيقه شيء الذي يبعد الفرجه، يبعد الفرجه. انما الرجاء حتى الان يمكن نقول لم تدخل في المقابله. الرجاويون حتى الان لم يدخلوا في المقابله، وهذا شيء طبيعي على اعتبار انه الضغط عالي وعالي جدا جاتم على نفسيه اللاعبين والانصار وكل مكونات الفريق. كره رجاويه تمشي عند تبادل كروي، هذا زيد كاروش قصير قامنا عنده امكانات مهمه، عنده امكانات مهمه. كيلعبوا باسلوب سليس، كيلعبوا باسلوب سليس. هذا الملحاوي مدافع ولكن هداف، لاعب سابق للمولوديه الوجديه، مشى عند العميد ابرغول من جديد ارتقاء لبن المعلم. الحكم يقول ضربه خطا، الحكم يقول ضربه خطا، الحكم يقول ضربه خطا. اذا ضربه خطا يقول حكم المقابله، ضربه خطا لفائده الفريق المغربي. كثير من يعني يتابع هذه المقابله رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، يتابع هذه المقابله الرئيس الجديد للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجع. جيل جديد من المسيرين، مسيرين الشباب، نتمنى يضخوا دماء جديده في شرايين كره القدم المغربيه. هذه خيبات امال متواصله على ايام فوزي القجع بورصه كره القدم منذ تقريبا 20 سنه مع فريق النهضه البركانيه، واحد من الاطر التي ستعطي الاضافه لكره القدم المغربيه. رهانات كثيره تنتظر يعني اوراق كبرى تنتظر كره القدم المغربيه. وقال تعهد فوزي القجع بانه سيضخ امكانات مهمه ماليه للفرق، لانه صراحه بدون مال وبدون امكانات ماليه مهمه ما يمكنش قطر كره القدم تتحرك. الكره للرجاء تمشي عند كوكو محاوله المرور، تمشي عند بورزوق كوكو مابيد يتوصل، كوكو من جديد اللاعب المحوري في خط الوسط من جديد. الحكم يقول الخطا، الحكم يقول الخطا ضد مابيدي، وربما ياخذ انذار، ربما ياخذ انذار على اي قريب له الحكم، قريب له الحكم. ونذكر بانه امر النزول القسم الثاني كيهم 6 ديال الفرق. النادي القنيطري في الرتبه 11 ب 31 نقطه، من بعد ذلك اولمبيك اسد في جميع الساله، المغرب الفاسي، اولمبيك قريبنا، والوداد الفاسي، كل الفرق هم امر النزول ديال القسم الثاني. الوداد فاز الامس، فازت على حسن اكادير بجوج للصفر. كره للرجاء، نزل ايقاع المقابله، كره في طريقه بولحاج،
والحاجه يعني لهنا دفاع متقدم ديفونس افونسي ما يخليش الرجاء تلعب بالاريحيه وبشكل اللي بغات. مش الشيء كيقوم به فريق الرجاء لما تشوف الكره التطويريه. هنا الحرب التكتيكيه يمكن نقول الحرب التكتيكيه ما بين الفريقين، والدليل حتى البنزرتي وقف وبقى تقريبا بنفس التموضع اللي عند المدرب عز العامري. كره للرجاء ارتقاء تمشي عند كوكو ينزل كورته بشكل صحيح تمشي مجيد عند المتولي الان يمكن نقول كيلعب جناح مزور حتى الان مازال ما دخلش المقابله والحكم نذكر ثلاثي الحكم هذه المقابله رضوان جيل والمساعد الاول عبد الله مسيس والمساعد الثاني احمد الرغداشي، ثلاثتهم من عصبه السوس. الحكم الرابع عادل زهره. هذه الحكم والبنزرتي قرار الحكم اثار حافظه البنزرتي وكل مكونات دكه بنك احتياط فريق الرجاء. انما هذه حكم المقابله لا ينفعل. هنا قوه حكم وفرق ما بين حكم وحكم ياخذ قرار هو على درجه عاليه من الهدوء باش ما يثيرش حافظه اللاعبين. انا عارف ان الضغط عالي وعالي جدا على اللاعبين. خالد العسكري تالق داخل وسط الرجاء. ما كان يتوقع بان خالد العسكري بعد كل الرجات التي مر منها واللحظات العصيبه التي مر منها سيصل لهذا المستوى. احتضنته الرجاء بكل الدفء وصنعت منه حارسا كبيرا كما قلت من حسن حظه يؤثر حارس متمرس، حارس يمكن الاكثر تتويج تاريخ كره القدم المغربيه مصطفى الشادي و17 لقب اكتسح كل الالقاب الممكنه كحارس. اليوم يعطي ولو جزء قليل الشادي للرجاء لما اخذ من الرجاء على امتداد تقريبا 20 سنه. كره تطوانيه تمشي لخط الوسط خضروف لجحوح جميله بالاكستيريور تمشي لعند محاولة المرور انما تدخل يقين محاولة الابعاد انما كان محاصرة ثلاثة لاعبين. ضغط عالي وعالي جدا فيما يطلب البنزرتي من اللاعبين عدم تعقيد الماموريه واللاعب باسلوب سلس باللمسه الواحده وتغيير اماكن على مستوى التمركز. زهير ناعمي مرر تمشي عند خضروف يغير كليا بل تمشي عند صالحي الكونترو غير صحيح ضائعه. كره ضائعه مسترجع طرف مابيدي كيلعب باسلوب سلس ما تعقدش لعب هاك وهاك بحث عن فجوه عن ثغره او الوصول للمرمى. مابيدي من جديد يمر لصالحي لمن صالحي يغير كليا كره من جديد الحكم يقول نستتر ضد اللاعب حمزه مرة التطواني فاز في 7 ديال اللقاءات الاخيره حقق 14 نقطه من اصل 21 يعني ضيع 7 ديال النقاط. هذا هو اللي جعل الرجاء تمتص المراحل وتمتص النقاط وتزعف ببطء ولكن مع تولي الدورات بسرعه نهائيه اصبح الفريق الان 3 ديال النقاط. يعني فاز 6 ديال المقابلات من اصل 14 مقابله خارج مدينه تطوان. نذكر انه الفريق غاب هو الذي عمر تقريبا اكثر من 7 ديال العقود سنوات 80% من هذه المده الزمنيه قضاها في اقسام الدم. لما الفريق منذ تقريبا واحد 9 ديال السنوات اصبح رقم مهم في معادله كره القدم المغربيه. كره رجاويه عامل 1-2 بورسوك ماشي في الفورمه. هذا شيء طبيعي انه تقريبا يمكن نقول الان يعني يمكن نقول سنه لاعب لما يغيب مده طويله اما كغياب كلي او كالاحتفاظ به في دكه البدلاء فهذا يعني ما عندوش لقاءات كثيره في الرجلين بلغه كره القدم ما عندوش كره ماتشات كثيره في رجليه. هذا هو اللي جعل بورسوق يعني يكون في الوضع عليه يحسدوا عليه. انما الانصار كره القدم عشاق كره القدم يعرفون ذلك. يلزموا بعض الوقت ليعود كما عهدناه دائما كلاعب من امكانياته مهمه. مابيدي مرر جعل محسن متولي جميله محاوله مرور فرصه حارس ممتاز كما قلت اليوسفي 21 سنه الحارس الممتاز هو اللي خرج التايمين خرج التوقيت ما تركش والو شعره ديال كفجوه. هنا الفرق ما بين الحارس والحارس. زاويه ثالثه للرجاء هذا المتولي زاويه ثالثه يمر راسيه يمكن يجي الحال من كره ثالثه يمكن هنا كابينه حتى الان يعني ابرز فرصه للرجاء اللي جات الكره الثالثه من زاويه والراسيه ديال الحال هنا الزاويه الرابعه. يعني تطوان ناقش المقابله هذه تعليمات ديال العامريه هذا شيء واضح تيلعبوا بهدوء ما مدافعينش كثير انما لما تتاح لهم فرصه يمكن يوصل اقصى سرعه ممكنه. كل السيناريوهات ممكنه في هذه المقابله. انما الاصابه اللاعب التطواني لا تبعثها القلق سيتلقى الاسعافات الضروريه من طرف الطاقم الطبي لفريق المغرب التطواني. كره زاويه رابعه للرجاء هذا محسن المتولي رجل امام يوسفي المتولي راسيه
كيف يمكن ان تصل الكره امام الجدار الاحمر للمغرب التطواني. المتولي من جديد، متولي من جديد، هل يامر هل يمرر، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ يمرر، ماذا فعل طابع الخطوره، ماذا فعل طابع الخطوره، ماذا ضربه جزاء، ضربه جزاء للرجاء، ضربه جزاء للرجاء. هنا الضغط، هنا الخطا ديال الضغط، ضربه جزاء كاينه هنا من الضغط، كان يمكن اللاعب التطواني ياخذ اي حل اخر، انما هنا الضغط، هنا الضغط، الحكم قريب من العمليه، ضربه جزاء، الكره توضع في نقطه 11 متر، غنشاهدوا الاعاده، غنشاهدوا الاعاده، هنا الحكم، قوه الحكم قريب من الحكم، غنشاهدوا ذلك، هنا الملحاوي، ضربه جزاء واضحه، ضربه جزاء واضحه، مشى بيون افون، مشى بيون افون صالحي قريب الحكم، لاحظوا تمرر الحكم، ضربه جزاء، يعني يمكن عنده السهنيه انما قريب، هنا فراسه حكم ودهاء حكم وهدوء حكم، 3 ثواني خد القرار، قالوا ضعوا الكره في نقطه 11 متر، ضعوا الكره في نقطه 11 متر، تجي هذه الفرصه دقه 32 ربما سنشاهد سيناريو اخر، والعامري مشبوها مستغربا وكأني به لا يصدق ما يشاهد، فيما البنزرتي الى جانب الطاير يمد بورزوق ربما بضعه تعليمات، توجيهات، اشياء كثيره. كما قلت المقابله ستلعب على جزئيه صغيره، المقابله ستلعب على جزئيه صغيره، والكل يترقب ماذا يحدث في هذه ضربه الجزاء. كما قلت يمكن كره ثابته زاويه ضربه جزاء هي اللي تجيب الحل. على اي مايسترو الفريق محسن المتولي يتولى تنفيذ هذه الماموريا راسا لراس، وجها لوجه امام الحارس اليوسفي، وجها لوجه امام الحارس اليوسفي. كيف ستصبح النتيجه بعد حين؟ هل يتوفق المتولي؟ كان نقول احتجاج طبيب الى فريق المغرب التطواني، لما بروح رياضه عاليه تقبلوا قرار حكم المقابله. المتولي في حاله تركيز، 26 سنه هذا الفتى الواعد، الحكم يامر كل لاعبيه بمغادره المستطيل، مغادره المعترك. المتولي ينطلق، المتولي المتولي فعلها، اشهل لعيب هذه المقابله، يمكن نقول 3-4 المركب الرياضي محمد الخميس مشتعله، الهستيريا تعم المدرجات، فيما الالاف الانصار، الطوفان الاخضر هنا في مركب الرياضي محمد خالد الدرداء، هدوء الذي يسبق العاصفه. المتولي على طريقه لاعب الكبار، رساله اخرى من هذا الفتى الوعيد. انا اعتبره احسن لاعب خط وسط في الدوري المغربي لكره القدم، اعتبر متولي احسن ممرر واحسن صانع العاب في الدوري المغربي لكره القدم، اثبت ذلك اليوم. تشتعل المدرجات، تشتعل الشوب الحارقه، الحناجر تصدح في اسم الرجاء، فيما ذهول وصمت رهيب يعم الفراش الايسر في المركب الرياضي محمد الخميس، حيث يتواجد تقريبا 15,000 مناصر لفريق المغرب التطواني. صوره رائعه، الى كان زميلي نور بن معول اعطاء صوره لانصار فريق الرجاء فهذا الطوفان الاخضر الهادر وراء مرمى الحارس السويسري. الرجاء تقدم 1-0 في لقاء يحبس الانفاس، في مقابله ممنوع المصابين بامراض القلب، ممنوع يعني حتى بودريغا رئيس فريق الرجاء لا يتحمل الضغط. قيل لي بانه لا يتابع المقابلات، كان هناك قبل بدايه المقابله مع الانصار، ولكن قيل لي بانه لا يستطيع ابدا ان يتابع لقاءات الرجاء هنا في المركب الرياضي محمد خالد الدرداء. صوره امامكم غنيه عن كل تعليق، وكاني في ماراكانا، في سان سيرو، في كبار النوكم ببرشلونه، برنابيو بمدريد، انما هذه صوره اسطوريه، هذا الملعب اسطوري. جمهور رائع، مابيدي قريب الصالحي، مابيدي يحاول المراوغه، عنده امكانات يصنع الحدث، يمرر البلاك تورنوز ينفذ البنزرتي. هنا مدرب مجرب، مدرب داهيه، ما بغيت سيناريو مثير والمركب الرياضي محمد خالد الدرداء. نابيدي الرجل الافريقي الصحيحه يعطي كره مليمتريه، ارتقاء الكبار، بورسوق ارتقاء الكبار، يودع كره كالشد داخل مرمى البنزرتي. هذا مدرب داهيه، هذا مدرب لاحظوا ما تفعل. شوف نابيدي خلى منتخب بلاده افريقيا الوسطى مع غينيا بيساو وعطاه العسل والشد وكره مليمتريه. هذا بورسوق يستفيق من ثباته ويشعل فتح المقابله ويعيد التوازن النفسي له بعد غياب طويل. الرجاء تقدم 2-0، هذا النزال التاريخي والهستيري كما حاولت نعبر، يعني صور غنيه
هانيا كل تعليق هنا في مركب رياضي يا مزهون فرح مسرور فرحه عارمه عنصر الرجاء وهستيريا ويعني سكوت يعني مطبق وسكون مطبق لانصار فريق المغرب التطواني في هذه المقابله. الرجاء تقدم بجوج صفر بعد مرور 36 دقيقه، ادخنه متطايره وشهب حارقه والالاف من يعني الاصوات متعاليه ترفع من معنويات الجرين بويز او النسور الخضر. هذا هو الاسم التاريخي للرجاء، لانه الرجاء لازمته الرجاوي قبل هذه المقابله البطوله الرجاويه والموندياليه طوعينيه، ولازمته تطوان البطوله التطوانيه بالشلابه والشاشيه. هذه فقط قفشات، انما صور امامكم، صور غني عن كل تعليق. طوفان بشري هادر، طوفان بشري هادر، 3 أرباع هذا المركب الاسطوري متوهجه متقده مشتعله فيما 15 مناصر تطواني في حاله سكون ذهول، والعامل يراقب ماذا يفعل المايسترو فوزي البنزرتي المدرب الذي يتحدث باقدام اللاعبين ولا يتحدث بلسانه للصحافه. كره تطوانيه، صعود الملحاوي، محاوله تمرير صالحي موسى، روح رياضيه عاليه، روح رياضيه عاليه. حتى حكم المقابله هنا فرق ما بين حكم وحكم هادي قريب ضغط ايقاع المقابله، هدوء اريحيه، مضى من قصد. الرجاء تقدم 2-0. هل تريدون المزيد؟ هذا النزال المثير والمشوق بين الرجاء وفريق المغرب التطواني. يعني الرجاء الان تضيف هدفين ليصبح مجموع فريق الرجاء كاهداف 37 هدف. رقم ناري ونذكر بانه من ضمن هداف فريق الرجاء نجيد عادل كرشيف هدف، عبد الكبير الوالي هدفين، عصام الراقي هدفين، نضيف ياسين صالحي بهدفين، ولكن من ابرز الهدافين محسن جور الاسمراني في كتب البدلاء. 8 الاصابات وهذا المايسترو ما بيدي كما قلت هو انا ما قلت لما دخل بدايه المقابله قلت البنزرتي اشلس يجور 8 اصابات ودخل بورسو لعب له على الجانب النفسي والسيكولوجي. النتيجه امامكم والثمار امامكم. هنا فرق ما بين مدرب ومدرب، المدرب كيقرا نفسيه اللاعبين، تيقرا الخصم. يعني يمكن يكون عند اللاعبين طراز رفيع، اذا ما كانش التأطير والدهاء وقراءه الخصم ما يمكنش فرق يحقق النتائج. وهذه الصفات اللي عند المدرب فوزي البنزرتي اللي نستأسف هذه المقابله مع فريق الرجاء امام فريق المغرب التطواني. الرجاء تقدم 2-0 في مقابله الموسم، مقابله القفل، مقابله بوابه الموندياليتو. كره الطريق اليمن، ليس خطا تدخل مهم مع مر من 3 لاعبين حتى قنطره صغيره. مشى المتولي اي 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 على المرور يصنع العجب العجب. هنا فرق ما بين لاعب ولاعب. افضل ممرر الدوري المغربي كره القدم المتولي، صانع القرار داخل القلعه الخضراء، يعطي رسائل مشفره في هذه المقابله. هنا اللاعبين اللي دوي اللعابه اللي عندهم واحد الامكانيه والطاقات ما كينهاروش. المتولي كيعطي رسائل مشفره، اليوم تقدم وصانع يعني بالرغم انه كيلعب والمتولي يمكن يعطي قوته الكبيره لما يكون حرا طريقا انه مقيد المدرب البنزرتي يلعب في خط الوسط انما يميل كثير الجهه اليمنى للامداد عبر الاطراف. ضربه خطا خطيره، يمكن الراقي، يمكن عادل الكاروشي، يمكن صالحي، اختيارات كثيره عند اللاعبين. والطوفان البشري يعني ضربه خطا على درجه عاليه من الخطوره، تقريبا 28 متر من مرمى الحارس اليوسفي. 28 متر، يمكن الراقي يمكن يرتقي بالمقابله نتيجه واداء. الراقي امامه جدار نبه بعيده عاليه وخارجه اسوار المستطيل، فبذلك نصل دقه 40 الرجاء مقدمه بهدفين. الكره الاولى كره ثابته، الهدف الاول من كره ثابته للعميد المتولي، والهدف الثاني بعد تسميره رائعه ومليمتريه لمابيدي ارتقى فوق الجميع بورتو وارسل هدفا ثانيا ربما طمأن النفوس وجعل الرجاء تتطلع الفوز بالدرع والابقاء الحظوظ كامله حتى الدوره الاخيره. كره رجاويه، هذا الراقي ليس هناك ضربه خطا. نذكر كره للرجاء من جديد طبعا خطوره تمشي من جديد عند بورسو زاويه 5 للرجاء من نفس المكان الجهه اليسرى حيث وضع الحارس اليوسفي. يعني الان يمكن الرجاء بدات تدخل في المقابله بنسبه كبيره، تفرض اسلوب اللعب، ما بداوش بسرعه. هذه تعليمات من المدرب. الكره المقابله ستحسم بجزئيه صغيره والجمهور يصنع الحدث.
الجمهور الرجاوي صار الحدث في هذه المقابله، خصوصا بعد هذا الشيء الهدفين دائما متولي وراء كل كره ثابته تنفذ بسرعه تمشي عند زكريا الهاشمي يمر ضربه مقاطيس هوائيه، ضربه مقاطيس هوائيه بالمعلم 25 سنه مسجل الهدف المهم في المقابله الماضيه امام ابناء المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخه مدرب فريق الدفاع الحسن الجديدي بالمعلم وبعض اللاعبين الرجويين تطاردهم عيون بعض اللاعبين وبعض التقنيين ربما للدخول على الاحتراف، انما حتى الان المؤكد الان وان كل اللاعبين يلعبون للرجاء ويدافعون عن الرجاء بعد ان تتوج اخر الرجاء. هذا خضرو في مره تمشي عند الملحاوي ممر ايمن الملحاوي ليمن خضرو من جديد تمشي عند الحارس نتوصل بعد النتائج اولمبيك خريبكا متقدم على المغرب فاتي بواحد الصفر، جميع السنه متعادله امام الوداد بهدف داخل الشبكه، ونهضه بركان متعادله بوجه امام المغرب فاسي بهدف داخل الشبكه. يعني فيما لقاء اخر مهم يدور في ملعب بريمير كونترا ما بين النادي القنيطري والدفاع الحسني الجديدي. الرجاء الان تهدئ ايقاع المقابله، ننتظر خروج المغرب التطواني. يمكن نقول من هذا الغفوه هذا السبات يمكن نقول عميق خصوصا منذ جيل الهدف الثاني. الرجاء تلعب بهدوء تمشي عند متولي بالاكستيريو من طراز رفيع لمسه انفولونتير يعني غير اراديه، لما الطريقه باش مرر المتولي يعني طريقه اللاعبين الكبار كره للنصير. وفي هذه الاثناء فرحه التطوانيين لم تدم طويلا يصبح الفريق متعادل بميدان. هذا قدروا تسلل واضح نزل ايقاع المقابله نسبيا نصل دقه 42 روح رياضيه كبيره ما بين الفريقين. ونذكر من جديد للذين تعقب من اللحظه الرجاء متقدمه في لقاء القمه امام فريق المغرب تطوان 2-0، ولكن المثير في هذه المقابله بغض النظر عن النزال التكتيكي بين المدربين واللاعبين هو الروح الرياضيه الكبيره اللي سبقت المقابله، شعارات على درجه عاليه من الحث الرفيع الرياضي ما بين انصار الرجاء وانصار يعني الماتادوريس، وكذلك سيمبيري بالوما الحمام البيض. هذه من الفصائل المهمه ديال فريق المغرب التطواني، والجرين بولد والايكلز وغيرها من اطار فريق الرجاء. فبذلك المنتصر الاكبر في هذه المقابله هي كره القدم المغربيه والروح الرياضيه العاليه ما بين الانصار الفريقين. كره للرجاء تمشي عند متولي يغير كل عند الهاشمي امكانيات كبيره هذا اللاعب تاع بورزو. الرجاء دخلت في المقابله تمشي عند صالحي عنده حلول كثير يمكن غيسدد يمرر تمشي من جديد، انما مابيدي بسرعه نهائيه مع الامرابط. ضرب خطا ضد مابيدي المقابله متأرجحه ما بين ايقاع نسبيا مرتفع ومتوسط، انما حتى الان روح رياضيه عاليه ما بين لاعبين الفريقين. كان خضروا في تثبيت الكره قبل التنفيذ لما الحكم ترك الامتياز هنا غير مؤثره فيما يواصل انصار الرجاء بالالاف هذه المؤازره لا مشروطه وهذا اللي يمكن نقول بهذه العباره هي السير التي تعم الدراجات في مقابله تحبس الانفاس وشوارع الدار البيضاء بطبيعه الحال كل مدن الوطن فارغه على اعتبارها تتابع عبر شاشات التلفزيون هذه المقابله التي تحبس الانفاس، وكما قلت خلالها نقطه واحده تحلق عاليه بالحمامه البيضاء نحو اللقب بغض النظر عن المقابله الاخيره، انما في حاله الهزيمه المقابله لن تنتهي بعد كل سيناريوهات محتمله على اعتبار في الجوله الثانيه سأوفي المشاهد الكرام بكل الاحتمالات الممكنه اذا ما تساوى الفريقان على مستوى النقاط، على اعتبار انه هناك حسب اللوائح المعمول بها في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هناك سيناريوهات متعدده في حاله التساوي في النقاط. ضربه خطا تطوانيه زيد كاروش في التغطيه في التمرير، هناك فقط ابقاء على المتولي كل لاعبي الرجاء امام الحارس زيد كاروش وضربه مرمى للرجاء تقريبا 30 ثانيه على الجوله الاولى 30 ثانيه على الجوله الاولى. يمكن قد الظن العزيز عمري ربما لا يصدق ما يشاهد هو الذي سبق ان انتقد كبار مدربي العالم في خرجات اعلاميه ربما غير مسبوقه، انتقد مورينو مدرب الاعجوبه، انتقد انشيلوتي الذي يقود كبار لاعبين العالم من ضمنهم رونالدو، وربما حتى اختيار بدر الزكي كان عنده رد خاص عز العمري وسائل الاعلام. فالزكي كان لافقا وكان هادئا لما قال لما يجيبه انشيلوتي ويجيبه مورينو ساجيبه كذلك. كرة القدم المغربية الان
كره القدم المغربيه الان في حاجه لتضافر كل مكونات مؤطرين ودات المدربين اللاعبين حتى الصحافه، ندعم بكل ما اوتينا بقوه كره القدم المغربيه وفريق وطني ومدرب هذا الذاتي. انما ضاف حكم في دقائق المقابله متواصله، الرجاء اقفلت كل مرات، كل الطرق لا تؤدي لمرمى الحارس خالد العسكري. يمكن نقول كان شي براحه حيث تسديده الفراف كروازي، التسديده الجانبيه اللي سددها نعيم. عدا ذلك يمكن نقول الحارس كان فرحه تامه. هذا صالحي يمر مابيدي يمكن يراوغ في المساحه ديال عود الثقه. مابيدي عنده امكانيات كبيره، هو لاعب استرجاعي وممرر وهداف، ثلاثه ميزات ما يمكنش توجع لاي لاعب. كره من جديد تمشي عند بورزوق، ما كاينش تسلل، بورزوق محاوله المرور، يمرر مباشره ضربه مرمى نقصر من الشوط الاول. ضاف حكم مقابله رضوان جيد للعلامه الكامله حكم مقابله وفوز البندرتي. عشرات الافكار تتناقص في مفكرته، دا شيما تكتيك، يعني الله يكون في العون بهذه العباره. كل مدرب عليه ضغط كبير حتى اللاعبين. انما حنا تجربه بين فريق وفريق اخر، تجربه الرجاء دليل انه الرجاء فاز المقابله، فاز وهي منقوصه بلاعب. فرصه زيد كاروش من نفس المكان اللي مر منه زهير نعيم، انما يضيع. قلت يعني العمري راه غير راضي على ما فعله زيد كاروش، غير راضي على ما فعله. بل هذا زهير نعيم نفس اللاعب هذا زهير نعيم مورفولوجيا عنده واحد التشابه كبير مع زيد كاروش. انما الان يعني الفرصه زيد كاروش بالفعل هو اللي ضيع الكره قبل منه، نفس الفرصه بنفس الطريقه اضاع اللاعب زهير نعيم. كان امامكم منذ حين انصار فريق الرجاء المغرب التطواني بحاله ذهول وبحاله ترقب. انتهت الجوله الاولى، الرجاء يمكن نقول محقق الاهم في سيناريو يمكن ما يتكررش. انما 2-0 النتيجه يمكن غيحسن بها الرجاء نفسه بشكل صحيح. انما احتجاجات لا مبرر لها للاعبي فريق المغرب التطواني. الحكم مقابله رضوان جيد العلامه الكامله، الرجاء الافضل نتيجه واداء. باي سيناريو سنشاهد الجوله الثانيه، القاكم والاجوبه على ذلك بعد 15 دقيقه من الان. لا تذهبوا بعيد. الجارب للمدرب عزيز العمري. انما المؤكد الجوله الاولى انتهت رجاويه هدفين لصفر، وقرابه 12-13 متفرج من انصار المغرب التطواني في حاله ترقب وذهول. ونذكر بان المقابله عرفت قبل بدايه المقابله تذاكر مقابله على امتداد اسبوع، عرفت لهيبا حارقا على اعتبار الارقام القياسيه التي اشعلها رواد السوق السوداء. فبذلك يعني الشيء الذي دفعت مسؤولي فريق الرجاء اعاده توزيع او بيع التذاكر وفي شبابيك مركب رياضي محمد خامس بالدار البيضاء، وليس في باقي معاقل فريق الرجاء تفاديا للاصطدامات. وامن ذلك رجال الامن لتمر الامور بسلام. اذا المقابله تبدا بسيناريو اخر مغاير سنشاهد ماذا سيحدث كتغيير كنشاط تكتيكي كاداء. انما المؤكد الان وانه المؤازره كبيره لانصار فريق الرجاء لفريقهم للشياطين الخضر الذين يريدون التحليق حاليا. من سيفوز بلقاء عن شراسه النسر الرجاء ام وداعة الحمامه البيضاء التطوانيه التي تريد ان تحلق حاليا المونديريتو. بوابه المونديريتو هو حلم كل الفريقين في هذا النزال. الكره التطوانيه ارتقاء، كره الطريقه الالحاد ضايعه في الوسط عن زيد كاروش، كره طريقه الجحوح عملت واحد اثنين تمريره واحده باللمسه الواحده. يحاول الفريق هذا المتولي يمر المابيدي، مشى بورزو مابيدي سريع على الامكانيات مهمه على المرور كيما الطريقه اللي بغا. كما قلت يمكن يراوغ في مساحه ديال العود الثقه، عنده امكانيات مهمه بدنيه وتكتيكيه، وكان به لاعب ذو رئتين في خط الوسط. كره للرجاء تمشي عند صالحي الا اجتهد ولا تحرر من اللاعب الفردي يمكن يكون عنده شأن كبير. وضربة خطأ للرجاء، حكم ما تيترددش 2-0 وضربة خطأ خطيرة جدا. ما تيتردد لما تكون ضربة هنا خطأ واضح بيون افون واضح للاعب امرابط الظهير الايسر للفريق المغربي التطواني. الحكم هنا ما كاينش العاطفة، الحكم كيلعب بحيادية لأنه هو بمثابة القاضي في المقابلة. ال 22 لاعب اللي كيرسموا الخطوط العارضة للمقابلة. يمكن تجيب هدف ثالث، يجي هدف ثالث، كرة على درجة عالية من الخطورة. ونظن 90% الكاروشي ولات في هذا الخطأ. نظن الكاروشي كرة 22 متر الجدار غيتشكل من 5
حتى 6 لاعبين هنا يمكن يكون حريفي وبلغه كره القدم يشق طريقه للمرمى هادئون كل بدلاء الرجاء في لا يبارحون مكانه في ملعبري واقف يتابع كره من ينفذ المتولي الكاروشي من ينفذ المتولي الكاروشي تضيع هذه الفرصه للرجاء كره للطريقه للجحود خرج كره مساحه ضيقه تمشي عند خضرو هنا المنسوب اللياقه البدنيه غيقول كلمته سيقول كلمته في الوقت المسبق لهذه المقابله باعتبار هناك استعداد نفسي واستعداد كذلك بدني لما حتى على مستوى التركيز. هنا تمت التعليمات يمكن يعطي اي مدرب للاعبين فيما لاعبان رجويان في الاحماء على مقربه من الفراج الجنوبي المركب رضا محمد خالد في الدار البيضاء. الامر يتعلق بال ياجور والى الحفيظي يعني لاعبان مهاجمان. هذا يعطي الانطباع ربما نوايا هجوميه 100% للمدرب فوزي البنزرتي. نذكر بانه خريبكا فازت في الوقت البديل في نزال حارق امام القرش المسفيوي واين انعشت الامال للبقاء في القسم الاول. انتهت مقابله اخرى بالجمعيه الثانويه والوداد البيضاوي هدفان داخل كل شبكه والنهضه البركانيه امام المغرب فاسي هدف داخل كل شبكه. فيما النادي القنيطري تعادل مع الدفاع الحسن الجديد بهدف داخل كل شبكه. بل وصحيح النهضه البركانيه المغرب الفاسي 0 لمثله. فيما بالامس فريق الوداد الرياضي الفاسي تجاوز حتى تاكد الهدفين للسفر. الكره التطوانيه هذا الملحاوي ما شاهدتوش اليوم لانه الناس اللي رسموا المدرب البنزرتي غيب ظهيري دفاع فريق المغرب التطواني الملحاوي كظهير ايمن وامرابط كظهير ايسر. هنا القراءه التكتيكيه والاستراتيجيه ديال المقابله وهنا الفرق ما بين مدرب واخر من حيث ايجاد قراءات الخصم. هذا هذه الكاروشي الكره متطايره من تدخل الملحاوي من جديد جحود مشى المتولي وحده ينجم المؤازره يراو بشكل اللي بغا يراو يعني يحسب كورته بشكل صحيح يمر عند بولزو ما سيفان يمر جميله عند هذه الكاروشي صناعة معلم صناعة سيناريست فنان التمريرات بالطريقه بس الكاروشي ورجل يسرى ساحره انما كروشه وسد بالرجل اليمنى. تابع المقابله تابع السيده اليوسفي انما الله غالب. الهدف الثالث هو الهستيره تاع مدرجات ويستمر تلقين التونسي فوزي البنزرتي للدرس الشرس على مستوى الاداء والتلقين وكيفيه التعامل مع المقابله. وعزيز العمري بعينين جاحظتين يتابع ولا يصدق ما يتابع لا يصدق من يتابع في هذا المقابله. اذا زكريا الهاشمي يوقع الهدف الثالث للرجاء والهستيريا تريبلات ثلاثيه تاريخيه. هنا انفجار يمكن نقول بهذه العباره البركان الرجاوي القادر في المقابله على مستوى الاداء الجماهيري على مستوى عطاء النسور الخضر يعني الجرين ايجلز هذا اسمهم يعني لازمه الرجاويين في هذه المقابله البطوله الرجاويه والمونديال الطحينيه. هذه لازمه الرجاويين مدينه باكملها تحلم بعوده المشاركه في كاس العالم القادمه في نهايه هذه السنه التي تحظى بلادنا بشرف تنظيم هذه المره الثانيه التوالي. 3-0 للرجاء يمكن نقول الان بدايه انهيار فريق المغرب التطواني. الرجاء الفرق الكبيره قد تمرض انما لا تموت ابدا والمغرب التطواني تقاوم هذا الاعصار الرجاوي. الرجاء يمكن فرق الجهد ديالو ما بين الدهاء والخبره ورفع الايقاع وانزال الايقاع انما عنده لي بيس ماتريس عنده المفاتيح اللعب عنده المتولي كصانع العاب عنده الجيل ريكوبيراتور من طراد رفيع عنده الكوكو الرقم وعنده مابيدي يحسن اجتواجات مهمه المهمه الهجوميه والدفاعيه وعوده دقائق الرجاويه انما استرجاع التطواني زيد كاروش لمن خاطئه. هنا الرقم جديد عامة 1-2 مشابه القنطره صغيره يمر عند هذه الكاروشي محاوله تسديد انهارت تطوان تماما
انهار فريق المغرب التطواني تماما، والطوفان الرجاوي متواصل، الطوفان متواصل. كيف سيناقش العمري كهذا الجحيم الرجاوي فيما تبقى من عمر المقابله؟ انما الفوز البنزرتي كما قلت ما بغيتش نتحدث عليه كثير في الاول، انه المدربون الكبار لا يتحدثون بخططهم، باقدام لاعبيهم، بتاريخهم، والفوز البنزرتي لا ارمي الرجل بالورود، التاريخ يتحدث عنه. القاب بالجمله، 7 القاب تونسيه على مستوى الدوري، العديد من الالقاب على مستوى كاس تونس، وصل الابطال مع الترجي والنجم الساحلي، درب المنتخب التونسي، القاب بالجمله، ارقامه وتاريخه يتحدث عنه. هنا الفرق ما بين مدرب والطوفان الهادي الاخضر. هنا الحناجر تسطح فرصه، اظن ابرهون عامل الفريق ارتقى فوق الجميع. هناك حارس شريد، حارس ثقيل، حارس متمرس. العلامه الكامله فيما اول زاويه في الجوله الثانيه لفريق المغرب التطواني. طوفان جارف، طوفان الرجاوي جارف، و3-0. وربما شهيه اللاعبين لا تقف عند هذا الحد، شهيه اللاعبين لا تقف عند هذا الحد، وقسمات وجوه التطوانيين في حاله سرور، في حاله ترقب، في حاله ربما لا اقول يأس، انما تبقى الامل، انما ربما توقع جمهور التطواني والمدرب عز العامري وكل مكونات المغرب التطواني سيناريوهات متعدده، ولم ينتظروا هذا السيناريو، لم ينتظروا السيناريو. نذكر بان فريق الرجاء اذا كان المغرب التطواني عرج على العاصمه الرباط كمعسكر 4 ايام، الرجاء بقات هنا في الدار البيضاء، لان ما وجدتش منتجعات، خصوصا فوز كره في الجديده بحكم تواجد الدفاع الحسن الجديدي واولمبيك اسابي في هذه المنتجعين. وقال فوز البنزرتي البقاء في الدار البيضاء افضل، انما الاغراءات الماليه تخرج لحيز الوجود، مبالغ ماليه ترسل لها اللاعب، خصصها مسؤولو المغرب التطواني والرجاء. بهذه المقابله ترجع الرجاوي تهاؤم كبير، لا كان بامكان نرجع كره الحارس، انما ارتأى ارتطام الكره مع اللاعبين التطوانيين تعرج خارج المستطيل. نذكر بان منح لاعب الرجاء حتى الان دون احتساب مبالغ التوقيع وصلت للمليار و350 سنتيم، رقم كبير. فيما الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كانت حتى وقت قريب تخصص 350 مليون سنتيم للفائز بدرع البطوله، رقم يمكن نقول ضعيف جدا، بالتاكيد سيتم تغييره في مستقبل الايام. استعراض الرجاء متواصل، هذا المايسترو المتولي يمر الكره الهاشمي، تجاوب كبير ما بين اللاعبين، تمشي جميله، ارتباك كبير في خط المنطقه الخلفيه لدفاع فريق المغرب التطواني. يمكن نقول الان الرجاء استأسد في المقابله نتيجه واداء. كره للرجاء، هذا المتولي يمر الكره جميله ولكن مباشره عند الحارس، فيما آلاف من أنصار فريق الرجاء البيضاوي. يعني بالتأكيد ستكون ليلة، ربما إذا فاز فريق الرجاء المقابلة لم تنتهي بعد، ربما ستكون مقابلة تاريخية، فيما بالتاكيد تترقب الرجاء مهمه صعبه في الدوره الاخيره. القرش النسبي الذي انهزم في الدقيقه 94 منذ حين بمركب فوصل بخريبه امام فريق وليد بخريبه 2-1. النادي القطري يمكن نقول نسبيا فلت بجلده من النزول القسم الثاني، فيما الصراع سيقتصر ما بين اولمبيك اسابي جميع الثانويه المغرب الفاسي، اولمبيك خريبه والوداد الربيع الفاسي، 5 فرق يعني امر النزول القسم الثاني. كره تطوانيه، هذا جاحود زيد كاروش، كيف السبيل لاختراق خط وسط ميدان فريق الرجاء؟ ليس الخطا، هذا بورتو قدم مقابله كبيره، دخل في المقابله مشى ولكن بطيء نسبيا صالحي، كره في طريق النصير، تبادل كروي ما تركوش المساحه. هنا يعني لا بريسيون، الضغط العالي اللي فرضوا فريق الرجاء، ما تركيش فرصه الرجاويين يلعبوا التطوانيين يلعبوا بالاسلوب اللي بغاو. غادي يدخل الحافظي، عبد الحافظي ربما يكون ورقه اخرى رابحه للمدرب فوزي البنزرتي، وتشتعل المدرجات. كره للمغرب التطواني مباشره الحارس، لكن ممكن زميلي بامهول صور مثيره وراء مرمى الحارس الرجاوي خالد العسكري، في مشهد مثير محفزين للاعبين، لانه الفراج بريميجا هذا هو اللقب شايط، هذا منعرج حيث يتواجد المتيمين بحب الخضراء والذين يموتون حبا في الخضراء فريق الرجاء البيضاوي. كره تطوانيه تمشي عند جاحوح، يمر الوسط، تبادل كروي، تمشي لعند الملحاوي يمكن نقول ما مرش نهائيا، لانه تكتيكيا
قفلت الممرات. فيما محاولة المرور عبر التمرير في العمق من جديد حكم ترك امتياز، كانت لمسة جديدة ما ترك امتياز حسنا فعل. كرة من جديد للمغرب التطواني، محاولة المرور انما ضائعة ضائعة تمشي عند صالحي. صالحي جميلة، مافيدي يتوصل، مافيدي يغير كليا شان أولحاج. أولحاج لكوكو، كوكو لمن يهدئوا اللاعب يلعبوا بأسلوب سلس، مشي عند مافيدي. مافيدي يراوغ الطريقة اللي يبغى، يراوغ الطريقة اللي يبغى. عنده إمكانات مهمة، عنده إمكانات مهمة. نصل للدقيقة 54، ثلاثية نظيفة للرجاء، ثلاثية نظيفة للرجاء. ويمكن نقول انهار فريق المغرب التطواني، يعني انهار تماما. نقول اخترق بعض الاخطاء، حتى خطوه اللاعبين اصبحت متثاقله. يمكن نقول فوزي البنزرتي كسر اسلوب لعب فريق المغرب التطواني، كسر. يمكن صالحي غادر، يمكن صالحي غادر. واش اللي حاصل الان؟ صالحي يغادر بروح رياضيه عاليه، يغادر رقعه الملعب. ياسين صالحي 4 أهداف بطولة الموسم، 4 أهداف بطولة الموسم. فيما من هدافي فريق المغرب التطواني هناك زيد كاروش 4 أهداف، الصنهاجي متواجد في الاحتياط الى جانب جحوح 3 أهداف، والملحوي وخضروف هدفان. فيما ابرز هداف للمغرب التطواني الرجاء البيضاوي هو يجور ب8 أهداف، وبنفس العدد نجد لاعب افريقيا الوسطى فيفيان مافيدي. اذا اول تغيير يقدم عليه المدرب فوزي البنزرتي، يعني استراتيجيه المقابله ما تغير، غير مهاجم ودخل مكانه مهاجم، غيلعب بنفس النسق بنفس التكتيك. النفس الذي يؤدي الى الفوز لا يتغير. وحتى الان اذا غير المغرب التطواني الاسلوب يمكن يغير البنزرتي. هذه فرصه مهمه، محاوله تسديد، انما ارتماء انتحاري للاعبين، ارتماء انتحاري للاعبين. هناك عادل كاروشي، هناك محمد بولحان من الزاويه، بالرغم ان حتى الحارس خالد العسكري مشى الزاويه اليسرى ومن زاويه امام لاعب التطواني في هذه الفرصه. وادخنه متطايره في فضاء المركب رضا محمد خالد التربيطه بفعل الشهب الحارقه، زاويه للمغرب التطواني، تدخل الحارس، انما الكره ربما مشات دائريات، دائريات تجاوزت خط المرمى. تغطيه اعلاميه كبيره في هذه المقابله، ونذكر بانه الحراسه امنيه مشدده في كل المعابر ديال المركب الرياضي محمد الخامس بالتربيطه، وفي كل طريق السيار المؤدي من مدينه تطوان وطنجه حتى العاصمه الاقتصاديه التربيطه. فبذلك يعني جهودات كبيره بذلت وتنسيق ما بين ولايه الامن التربيطه الكبرى وولايه الامن مدينه تطوان لتمر الامور باحسن الطرق. حتى الان روح رياضه كبيره، ونذكر المره المليون الروح الرياضيه الكبيره ما بين انصار الفريقين في هذه المقابله قبل بدايه المقابله بساعات. وحتى الان جمهور حضاري للمغرب التطواني الذي اعتبره واحد من افضل جماهير كره القدم على الصعيد الوطني، على اعتبار انه جمهور مهيكل منظم، يعني يخلق المتعه والحدث في النتيجه ديال الفوز او التعادل والهزيمه. هو الان هذه يعني يتابع المقابله. يمكن بطبيعه الحال هذا من حقيقه قد لا ترضي النتيجه، انما كان انضباط كسلوك وعلى درجه عاليه من التحضر في هذه المقابله التي تحبس الانفاس. مقابله الموسم، مقابله كبوابه لكاس العالم الموندياليتو، زاويه اخرى ثالثه راسيه ومباشره ضربه مرمى، مباشره لضربه بطبيعه الحال على امتداد التاريخ لاعبوا كثر من التربيطه عرجوا على الحمامه البيضاء. وتعود بالذاكره سنه 79 80 الدولي السابق مصطفى درويش ابن التربيطه، واحد نجوم في الفريق الوطني، لعب مع الحمامه البيضاء. من بعد ذلك عرج على فريق جيش ملكي، هو الذي وافته المنيه رفقه الفريق الوطني بسنه 79 80 بالعاصمه السنغال دكار. هذا بورزو سدد من مسافه غير موفقه. من بعد ذلك كيجي المايسترو الاخر لفريق الرجل المرحوم عرطي بكار اللي في اولى بدايه الثمانينيات كان صانع على فريق المغرب التطواني. هذا الحافظ يمر فرصه اخرى، فرصه بورسوق يهدر هدف رابع، يطلب الصح من الانصار، يطلب الصح من الانصار. بعد ذلك توقفت انتدابات اللاعبين البيضاوي الرجوي لمدينه تطوان حتى لما صعد الفريق في 2005 2006. فغاجي واحد الجيل اخر هو اللي عطى النواه الاولى للمغرب تطوان القسم الاول، من ضمن بوشعب مباركي، امير الرباطي، الشاذلي، العمراني، حسن الدين الصنهاجي، واخرهم هذا زهير نائب اللي لعب في الفئه الصغرى لفريق الرجاء، هو الاتي من مدينه اليوسفيه قبل ما يعرج على الرجاء بني منال. اليوم هو صانع العاب فريق المغرب تطوان، اكثر ذلك هداف دوري الوطن. تغييرات بالجمله، خرج زيد كاروش
تذكرت امامكم يغادر اماكن الصنهاجي، يدخل حسام الدين الصنهاجي مكان الهندومي. اذا جات التغييرات دفعتها الوحيده ما قالوا ما يخسر، غادي يراهم كل الاوراق ديالو على اعتبار الضغط الزمني والنفسي. ناصر الدقيقه 62 الرجاء تقدم ب 3-0. ضغط اول دفاع يمكن نقول ديفونس افونسي، اول خط دفاع لفريق الرجاء هو الخط الامامي. هنا تشديد خناق على حامل الكره، ما تركوش لهم مساحات، ولو مساحه ديال 2-3 امتار ما كايناش. هنا قراءه خصم قال لما قلت بالتعليق على المقابله البنزرتي والطاقم التقني المساعد له قرا تابع عشرات الاشرطه وخرج بفرصات. كره للرجاء، هذا المتولي يمر بالاكستيريور جميله تمشي جيرو سونتراجير، يعني تمريره واستهداف في نفس الوقت تمشي مباشره الثبات. هذا الملحاوي لمن يمر لجاحوح، جاحوح محاصر باربعه لاعبين كيف السبيل للمرور، صعوبه كبيره يمر تمشي للوسط يغير الامر ربط الظهير الايسر. ما فرضوش اظهره ديال فريق باريس الطوالي. شراسه في الاداء التكتيكي، لفريق الرجاء. الهاشمي زكريا افضل يمكن نعتبره هنا افضل ظهير ايمن في الدوري المغربي لكره القدم، والدليل وجه له مدرب بدر الزكي الدعوه ليجرب حظوظه كامله. كره تطوانيه تمشي عند زهير ناعم، هو قد هجم انما الان اصبح لاعب خط وسط. هذا يعطي الانطباع انه كيف السبيل للمرور، الجدار برج ابراج للمراقبه نصب المدرب فوزي البنزرتي. هذا الملحاوي يمر لجاحوح، الملحاوي من جديد يحاول المرور بهذه الطريقه ما يمكنش يوصل المرمى الحارس خليل العسكري. يعني كره تتراقص وسط 3-4 لاعبين، كان عليه يمرر ما يضيف ما ينقص، انما تجي الزاويه الرابعه في هذه الجوله الثانيه لفريق المغرب التطواني. فيما الحكم جيد الذي اجاد اداره هذه المقابله بهدوء باتزان باقتدار، اعطوه ما شئتم من التسميات، انما هو حتى الان العلامه الكامله. زاويه للمغرب التطواني تنفذ ارتقاء مباشره لضربه مرمى. يعني رد فعل يمكن نقول رد فعل فريق المغرب التطواني تاخر كثيرا في هذه الجوله الثانيه، وعلى اعتبار انه الرجاء احكم قبضته على المقابله. يعني الرجاء بطبيعه الحال لا احد كان يتمنى بان يخسر الفريق بعصبه الابطال الافريقيه امام فريق ما نقولش مغرور، لان حوريه كوراكري ماشي من الفرق الكبيره المستوى القاري، انما فريق اصبحت عنده كلمته. والرجل لما خرج يعني يريد ان يكفر عن خطئه وليتصالح مع الجماهير، يلزم يفوز باللقب، ولا فاز باللقب يعني ذلك بانه غيشارك المره الثانيه في الموندياليتو، حلم اي لاعب. فتترجع بها الذاكره للوراء تقريبا هذه 15 سنه في اول مشاركه للرجاء في كاس عالميه مثيره، في لقاءات ما عمرت من الدين ديالي امام ريال مدريد في الفريق الاسطوري، وامام فريق النصر، وامام فريق كورنتيان. وكان ذلك اول فريق عربي كيحصل الشرف يشارك في كاس عالميه اولى الانديه الى جانب فريق النصر السعودي. في مناسبه تحيه للجيل الذهبي انذاك من ضمنهم الشاذلي، حافظ عبد الصادق، موسى الحيمر، خوباش، ناطير، زكريا يعقوب، حتى اللي ما ذكرتش الاسماء ديالهم تحيه لهم. صعدوا بالرجاء العالميه، احتضنوا من الاشياء اللي في الامل التاريخ عميد فريق اتلتيكو الرياض ومنتخب اسبانيا انذاك فرناندو هيرو لما اعيتهم مراوغات السوداء، وقال وسام الاعلام استغرب ان هذا اللاعب غير محترف ويلعب فريق الوطن. هذا مؤشر قمه الاعتراف ان مصطفى مستودع كان واحد من اساطير فريق الرجاء يمتع ويبدع. وبذلك المدرسه الرجاويه تبقى يعني حفله بالمواهب وبالاثاره وبالتشويق. وبالتالي الابزيكو المرحوم الابزيكو لما جاء من الولاده الرجاء قال قولته الشهيره: ساصنع فريقا ثانيا يستنشق نفس الهواء مع فريق الوداد بالدار البيضاء. سنوات بعد ذلك صدق حدث الرجل، واصبحت الرجاء تقارع الوداد وتقارع الكبار. ولا داعي للتذكير انه فريق متقن 11 لقب للدوري الوطني لكره القدم، 6 ديال الالقاب لكاس العالم، القاب افريقيا بالجمله، فهو واحد من الكبار. كره تطوانيه مرتد عن طرف المتولي، كونترول صحيح مشى خط الوسط يفعل ما يحلو له. الحكم قريب من العمليه، الحكم يقول ضربة خطأ ضد حسام الدين الصنعاجي، ضربة خطأ فيما إصابة أحد اللاعبين في الوسط. ذهول وصمت مطبق هنا في الفراج الجنوبي في المصر المخطط للمركب الرياضي محمد خامس بالضربة حيث وجد قرابة
12 13 14 الف متفرج من انصار فريق المغرب التطواني. فيما الامور تذهب وتيره، اللقب لن يحسم الا في الدوره الاخيره، لن يحسم الا في الدوره الاخيره. هنا غنرجع الاحتمالات الممكنه حسب القانون المنظم للعبه. اذا مشات له الى نهار الرجاء مازال ما نهاش المقابله، الكره ليست بعين من صحيح، كل شيء وارد. اذا انتهت المقابله فوز الرجاء غادي يتكافئوا في النقاط، غيصبح المنعرج هو الدوره الاخيره. اول شيء اذا تم التكافؤ من بعد اجراء اخر دوره، حيث سيعرج فريق الرجاء على القرش المسوي في ملعب المسيري باسافي، والمغرب التطواني يستضيف سنه الرمد الفريق البرتقالي النهضه البركانيه. اذا كان تساوي في النقاط غيتم اللجوء لنتيجه المقابله اللقاء الذهاب والاياب بين الفريقين، بغض النظر على فارق الاهداف. بطبيعه الحال تطوان فازت على الرجاء في الذهاب 1-0، الان المقابله مازال ما انتهتش. اذا فازت الرجاء غيصبحوا متساويين، من بعد غيتم اللجوء لعدد المقابلات اللي فاز بها كل فريق. حتى الان بهذه النتيجه المسجله الان الرجاء كيحقق الفوز رقم 16. اذا انتهت النتيجه بطبيعه الحال فوز الرجاء غيبقى عند الفريق المغرب التطواني 15 فوز، واذا انتصروا بجوج المقابله الاخيره غيصبح عند الرجاء 17 فوز والمغرب التطواني عنده 16 فوز. هنا الفريق اذا تكافئوا من جديد في عدد الانتصارات غادي يصبح اللجوء لعدد المقابلات اللي فاز بها كل فريق، بل سيتم ترجيع في الكفه ديال عدد الاهداف اللي سجل كل فريق. هذا الرهان التالي. اذا تم التكافؤ من جديد غيتم الاحتكام للنسبه العامه، اي كم سجل وكم دخل عليه. النسبه العامه هي في صالح فريق الرجاء حتى الان. اذا وقع التكافؤ من جديد غادي يتم اللجوء، وهذا خيار مستبعد، المقابله فاصله في ملعب المحايد. هنا تعقيدات حسابيه، انما على ارض الواقع الان نتابع ما يحدث، وكم امكان المغرب التطواني يتجاوز كل هذه الاحتمالات، لو على الاقل يخرج متعادل هنا في هذه المقابله ويحسم امر اللقب، هو الشيء اللي ما حصلش. والمقابله تصل للدقيقه 69 واصبحنا نشاهد فريق واحد في الملعب، هو فريق الرجاء البيضاوي. هنا التجربه، هنا الخبره، هنا استراتيجيه المدرب وفعاليه اللاعبين. يعني منظومه لاعب متكامله ومؤازره لا مشروطه لالاف الانصار فيما تطوان تبحث على الاقل على هدف واحد، ورا اللي خضروا تمشي عند امرابط يمرر، ولكن هناك بالمعلم يقين تصل لمابيدي، يمد المتولي جميله بغى يمرر الحافظين، انما حسن فعل يسترجع كرته من جديد، عنده تجاوب كبير مع الظهير الايمن الهاشمي ابن ضرب السلطان، تمشي عند مابيدي الحارس ممتاز، الحارس يوسفي ممتاز. قوه الحارس انه عنده التايمين، عنده التوقيت، كيخرج في الوقت اللي خصو يخرج، ما كيضيف ما كينقص، كيعمر المساحه، كيعمر الزاويه. شوف ماذا يفعل، اخترق الجميع ومرر الكره على درجه عاليه من الخطوره. يعني لا يقوم بهذه الحركه الا لاعب عنده امكانيات وعنده قدرات بدنيه ونفسيه. ولا كان ممكن زميلي نور الدين بنهاود المخرج تلفزيون المقابله باقي الزملاء اعاده هذا الظلام، هذا الاختراق، هذا السلسله من المراوغات. هنا غادي يمشي لاحظوا ماذا يفعل، رفع عينه، شق طريقه وسط غابه من الارجل، 5 6 7 لاعبين ومرر بالانتيريور، الكره كتشق طريقه انما يتدخل الحارس. هنا خناق في المنطقه الخلفيه لفريق المغرب التطواني. هذا الضغط يولد الاخطاء، هو الشيء اللي حصل الان، فرصه تولي عريس هذه المقابله، فارس هذه المقابله ومايسترو هذه المقابله. المتولي رسائل مشفره متواصله، ماذا تريد ان تصنع؟ انا اقول لا ارمي الكلام على كل اللاعبين اصدقائي واتمنى لهم كل التوفيق، انما الاستثناء هو هذا اللاعب الايقونه للرجاء، هذا اللاعب مارد الرجاء، فارس الرجاء، عريس الرجاء، كمبيوتر الرجاء، موزع الرجاء، انه بخلاصه لاعب متكامل. 4-0 انتهى كل شيء، انهارت تطوان تماما، وفوز البنزرتي يلقن درسا شرسا لعزيز العمري. هنا المدربون الكبار يكبرون في المقابلات الكبيره، لما تريد انتداب فرق كبيره. انا لا احب المدربين الذين يتحدثون كثيرا، يتحدثون بالخطط
بالتكتيك بالاداء بالفعاليه واش اللي كينطبق على فوز البندرتي. هو انطوائي منعزل خارج تغطيه لا يريد الاضواء انما اضواءه اشتعلت باقدام اللاعبين، والمصباح هو هذا المريض، هو هذا المايسترو، هو هذا المبدع المتولي. يتتوالى نجاحات الرجاء، هذا مابيدي يمر لي يجور والطوفان الرجاوي الهادئ. انهيار صرح المغرب التطواني، انهار الفريق تماما وحدها. الرجاء تستأسي في المقابله، تمتع في المقابله، تتعب في هذه المقابله. الهستيريا تاع المدرجات وكل كازابلانكا كل احياء معك الرجاء تعيش الانتشاء. صحوه الرجاويين عادوا من كوكب بعيد، ذوبوا فريق 13 نقطه، قالوا نحن هنا المونديال لنا، انما الحظوظ لا زالت قائمه حتى اخر دوره. انما اناقش على هذه المقابله فيما ربما بعض الانصار المغرب التطواني اصبحوا يغادرون الملعب والاستعداد الرجاوي عوده لطريقه الافجيكو، دقه على طريقه ابناء درب السلطان والمعاقل الرجاء، حيث الفريق فقد مستويات غير مسبوقه. هذا خالد العسكري يمرر من جديد، تمشي عند كوكو ايفوار الرجاء، تبادل كروي، اخراج كره من نفاق طيب في الزبال والرجاء. الفريق العالمي يمر كره هل يصل بعيدة، جاب لاتيريوس الطوفان البشري الهادر. نصل الدقة 73 4-0 للرجاء، 4-0 للرجاء. درس لن ينساه المدرب عزيز عمري وباقي المكونات فريق المغرب التطواني. بضع مئات من انصار المغرب التطواني لم يرقم هذا الذي يحدث كنتيجه، ربما غير راضين على نتيجه فريقهم، من حقهم ذلك. انما المؤكد هو ان الرجاء قلت من الجوله الثانيه فريق واحد في الملعب وفريق اخر، يعني المدرب الداهيه هو الذي يوزع فقرات المقابله، يقرا الخصم بهدوء، يغير لاعبين كقطعه شطرنج. هو الشيء اللي حصل مع فوزي البنزرتي، اثبت له انه مدرب كبير. يتمم ما اقدم عليه مدرب كبير اخر محمد فاخر ابن الرجاء، ارتبط مع الرجاء ما يزيد عن 30 سنه، ترك الاسس المتينه للرجاء. البنزرتي اكمل ما بداه محمد فاخر، تمويهات جميله ورقصات ولوحات ولمسات، وكاني بلاعب فريق المغرب التطواني ينتظر الصافره النهائيه لحكم المقابله. الرجاء تقدم درسا شرسا في هذه المقابله، في هذا النزال، في هذا المتعه الكرويه، في هذا كان اكستيريور. شوف على طالوناج، شوف ترقيص الكره وكان بها تتراخص بين اقدام اللاعبين، تقول لهم دعوني انطلق لاتمم هذه الفرجه. مهما حاولت ناصر المقابله تنفلت الكلمات من بين لساني، انما الرجاء تمثل، وظهر ذلك في هذه المقابله. والهستيريا بالتاكيد بعد هذه المقابله في كل مدينه الدار البيضاء. يعني الرجاويون كل معك الرجاء ربما ستعيشون ليله بيضاء، فصيل نذكر اليوم اذا كان الجرين ايجلز، فصيل جرين ايجلز حتى تفضل المقابله الجديده. جرين بول سبيل الخضر كانوا في الموعد، اتحافون بتيفو عملاق بلوحه بوليغرافيه ستتحدث عن التاريخ. 3-4 المركب محمد خامس مشتعله في هذا الملعب الاسطوري، في هذا الملعب الذي نستمتع به فيه بمقابله من الطراز الرفيع. ارتقاء ياجور، الكره في طريق الابرون، هذا كوكو رئه الرجاء، لاعب يتنفس برئته ما شاء الله، يحرز ارضيه الملعب طولا وعرضا. قوه البنزرتي اليوم ما تركش الفرصه الظاهره ديال هنا. القوه ديال المغرب التطواني كان كيلعب على الاطراف ما بين الملحاوي وما بين امراض. اليوم ما صعد حتى واحد منهم لانه حصل الدفاع بشكل صحيح. فرصه هذه كره الفريق المغرب التطواني على الخروج من فوق للحارس، محاولة المرور، هذا صنهاجي محاولة تسديد. كيف سبيل المرور، ارتفع المنسوب اللياقه البدنيه ومنسوب اللياقه النفسيه للاعب الرجاوي. كره للحافظي، حافظي يحافظ على كرته، يمكن يمر المابيلي، عنده حلول كثيره، يعطي ياجور يسدد، كانت كره خارجه. انما الحارس ربما اشعه الشمس، ربما اخذ احتياطات اللازمه، ارتأى ان يخرج الكره، صد الكره في جمله. هذا الحارس الشاب الواعد اليوسفي. طوفان الرجاء الهادي المتواصل، والرجاء استأسدت نتيجه واداء. تفصل عن المقابله ربع ساعه
من الصعب جدا على فريق المغرب التطواني العوده في النتيجه، انما يمكن يقلص الفريق، انما باش يرجع في النتيجه صعب وصعب جدا حتى على المستوى التكتيكي والنفسي والبدني. يمكن نقول فريق المغرب التطواني انهار تماما امام العملاق الرجاوي في هذه المقابله القفل، المقابله التي تحبس انفاس ليس فقط البيضاويين والتطوانيين ولكن انفاس كل المغاربه، تستأتي بالاهتمام حتى على مستوى الصحافه الدوليه ومتابعه كبيره وخطا حفظ الحارس الكولومبي الشهير هيكيتا الذي خرج في احدى المواقع الالكترونيه قال بانه يرشح فريق المغرب التطواني على ارضيه الملعب. النتيجه تقول لعب كره للرجاء، كره جميله تمشي عند محسن ياجور، محسن ياجور، انما مجهود بدني كبير، مجهود بدني كبير يبذل في هذه المقابله. نقترب من هذه المقابله، نقترب من هذه المقابله، نذكر ان المغرب التطواني اضاع مجموعه النقاط في اخر 6 دقائق، تعادل في 4 مقابلات امام الجيش الملكي والمغرب الفاسي التطواني، باش تعادل اسيوط جديده وخسر بالرباط امام الجيش. هنا جاب 4 ديال النقاط والاصل 15 نقطه. الفتره يلعب البطوله ما خصوش يجيب هذا النتيجه ديال 4 نقاط من 15 هي المنعرج الحاسم. وهنا في دول فريق الرجاء 6 انتصارات متتاليه والتيفو اللي طرف اليوم كان الميساج رساله واضحه للاعبين. رفع رقم 18 في الفريميجا في المنعرج ديال المكانه، ثاني 6 ديال الانتصارات، ضافوا رقم 3 كاينين 3 نقاط في مقابله اليوم. وحيوا بالكامل الجوكر ديال الرجاء والجمهور العريض الذي يساند بطريقه لا مشروطه الشياطين الخضر ليواصلوا التحليق عاليا في فضاءات الدوري الوطني لكره القدم. المعلم لونتيسيباسيون بشكل رفيع تمشي عند الراقي لي كوكو يميلوا اللاعب استعراضي هذا بالفعل في الكعب تمشي عند المتولي مايسترو الرجاء، يقود سيمفونية الرجاء معزوفة واحدة، كل الأوتار تؤدي يعني لهذه السيمفونية الرجاوية، فيعني بنفس التكتيك، امتصاص الحماس. اصعب شيء هو الفريق يكون منهزم وتقدم عليه بهذا التمرير بهذا الشكل، تنهار النفسيه ديال اللاعبين. واش اللي حصل المغرب التطواني ربما كينتظروا فقط صفره النهايه وبقى على نهايه المقابله 14 دقيقه ويضيف الحكم واحد 4 دقائق باش يجعل هذه الجوله الثانيه ما نقولش رتيبه، ولكن نشاهد فريق واحد فقط في الملعب. والعامري ذهول العامري متواصل الان وصامت يتابع وبالتاكيد هو لا يصدق ما يشاهد، وربما انتظر اي شيء الى هذا السيناريو الذي حابك خيوطه جيدا. واحد من المدربين الاكثر تتويجا والاكثر قدره على صنع الفرجه واللقب هو المدرب التونسي فوزي البنزرتي. كره لمابيدي، يمر لعادل كاروشي ليمان، يمر لكوكو 30 سنه لاعب ايفواري استانس مع اجواء الرجاء، قال الدار البيضاء، هذا الكلام لكوكو، قال الدار البيضاء جميله والرجاء اجمل، يعني استشعر كانه في وطنه والدليل انه اخذ الجنسيه المغربيه. نفس بالنسبه للمابيدي ترك مقابله مهمه في دور اقصائي لكاس افريقيا الامم من بين منتخب بلاده افريقيا الوسطى وغينيا بيساو، واصر على البقاء مع مجموعه الرجاء. قمة الوفاء مابيدي 23 سنة، رئة أخرى داخل القلعة الخضراء، تبادل كروي باللمسة الواحدة بالكاب بالاكستيريور بلا رولوس، يعني الشيء اللي كنبغي نشوف كره القدم واللي كيقدموا الرجل الان كيقدم درس كبير جدا في مجال كره القدم. الفرق الكبيره قد تمرض انما لا تموت ابدا. عرض رائع للرجاء، يعود بها كاس العالم الاخيره لما ابهر العالم. كوكو يتقدم، كوكو رئه الرجاء ما شاء الله، لاعب برئتين، تمشي عند حافظي الهاشمي، يعني الان البوسيسيون بال امتلاك الكره 2-3 دقائق. هنا كاين واحد الجانب النفسي ديال اللاعبين التطوانيين. مافيدي من جديد يغير كليا، تمشي عند يعني يمكن تكون خماسيه تزيدها، ولكن حاليا النقطه المضيئه في المغرب التطواني في هذه المقابله وفي كل هذا الموسم هو الحالي الشاب اليوسفي، يعني سيكون له شأن ان وصل بهذا التوهج وبهذا الاريحيه، لانه حارس عنده مواصفات. كره للملحاوي، تبادل كروي، تمشي عند خضروف، يعني التغييرات بالجمله في هذه المقابله انما غليان وهستيريا في كتقول لنا فريق الرجاء. والانصار يترقبون الدقائق الاخيره من هذا النزال، وبالتاكيد من الان مدينه اسابي ستكون مسرحا لقمه مشتعله ما بين الرجاء والقرشنسيو. كره للرجاء، الحافظي سرع نسبيا، حافظي مجديد
تلعب بلاعبين يمرر مابيلي وصل يمرر انما ضعيفه يجور مشى متباطئ نسبيا. من الان دات حركه محمومه داخل الرجاء لاعاده تجديد العقول على اللاعبين. الفريق مقبل على افضل الابطال الافريقيه، مقبل الى ساعدته الظروف وفاز باللقب يمشي لكاس العالم. يعني هو في حاجه ماسه لكل اللاعبين، وقطاع الغيار مهمه. يمكن يرضي المطالب الماليه من بعض اللاعبين من حقهم يطلبوا بعض الاضافات، ولكن المؤكد هنا الرجاء بحاجه ماسه لكل اللاعبين لتكون في الموعد في المنظومه القادم. كره رجاويه مشى حافظي من الممر ايمن ابن ابي الجعد يحاول المرور، الحاكم يقول ضربه خطا رجاويه. ذكرنا يتابع المقابله سيد فوزي الجعد رئيس الجامعه الملكيه المغرب لكره القدم. اطار الشاب هو الرئيس الجديد للجامعه الملكيه المغرب لكره القدم، الذي جاء رفقه مكتبي المسير بمجموعه تصورات املنا كبير بان تعطي اضافه لكره القدم المغربيه. ومن الان تعهد بتصحيح العديد من الاشياء داخل منظومه كره القدم المغربيه. وحسن فهد لما اعطيت مهمه تعطير كره القدم المغربيه لكل الكوادر المغربيه والاسماء الكبيره، نتمنى لها كل التوفيق. ستلقى منا سواء الزكا او فاخر او غيره من المدربين، سيلقاو منا كل الدعم لا مشروط لرفع المعنويات والهمم لنكون في الموعد في مستقبل استحقاقات الرياضه القادمه. هذه رساله كذلك اللاعبين في الدوري المغربي لكره القدم للاجتهاد والرفع من الوتيره. ولا اعتقد ان الزكي يسقط من ذاكرته اي لاعب شهيد سيعطي الاضافه. كره للرجاء محاوله التمرير، فرصه لحافظي عادل الكروجي ختامها مثل 5-0. انهيار فريق 5-0. يمكن نقول الان كل انصار المغرب التطواني اللي يغادروا الملعب. 5-0 درس شريف ودرس قاسي ودرس نموذج لكرة القدم قدمه فوز البطولة ولاعب الرجاء في هذه المقابله. الفرق الكبيره تكبر في المقابله الكبيره، والرجاء كما قلت لما جاء دوب فاز ديال 16 نقطه جاء من كوكب اخر. رحله مفكوكيه تقوده لمقابله تاريخيه لاحد القادم في ملعب النسير باساليب. 5-0 فوز البنزرتي. حسنات وجه تحكي، ابتسامته تحكي، هدوءه يحكي. الكبار لا يتغيرون فيما مسلسل تواضع تطواني المتواصل. قلت منذ بدايه الجوله الثانيه لما تسجل الهدف الثالث نهار الفريق تماما. الو والوالده خاطر وليده الرجاء خاطر الجمهور المغربي. المنحاوي والامرابط اغلقت عليه من مرات في هذه المقابله، عكس ذلك تماما. عادل الكروجي والهاشمي فعل العجب العجاب، انفعل وانصهر داخل المنظومه التكتيكيه التي حبك خيوطها باتقان المدرب التونسي فوزي البنصرتي. كره رجاويه يمكن يكون المزيد. وكوليبالي المالي لاعب دولي منتخب مالي حتى الاول غادي يكون الان من اللاعبين اللي غيدخلوا يوصلوا المقابله. كره للرجاء، ضربه خطا لفريق الرجاء البيضاوي. برغم ذلك روح رياضيه كبيره ما بين لاعبي الفريقين. احترم المنطق فيما كوليبالي يدخل. كوليبالي هذا كوشان، اظن كوشان اعتقدت كوليبالي مكان من ربما كوكو رئاسه الرجاء يغادر. اظن لاعب وسط ولاعب يعني هنا فوزي البنصرتي كيلعب كاريكه الشطرنج، ما كيغيرش المواقع، تلعب موقع بموقع. لانه شاف مقابله قبل من الحديث ضاف ايقاعها وسيمفونيتها. هنا تصل يعني غنعيشوا واحد 10 ديال الدقائق بحال السيمفونيه الرجاويه الخالده 3-4 المركب تغلي الطوفان البشري هادر للرجاء. فيما يمكن نقول الان اكثر من 80% من انصار المغرب التطواني غادروا الفراج الجنوبي للمنصب المختار. تمويره آل المتولي الرجاء استعدت نتيجه واداء 64 سنه للمدرب، 64 سنه لابن سيدي قاسم عزيز العمري. 64 عنده نفس السن مع البنزرتي، وكاين فارق كبيره ما بينهم كالقاب وكتتويج. كره رجاويه تمشي من جديد عند عادل الكروشي لحافظي. الحافظي يحاول يراوغ يشق طريق وسط ثلاثه لاعبين. الحكم يعطي ضربه خطا فيما يتغنى الرجاويون فريق الاسطوري الرجاء. لما اقول رجاء
لما اقول الرجاء اقول يعني المحكي الاسطوري للفريق هو درب السلطان. درب السلطان الذي فرق 10 نجوم. ولما اقول الرجاء يعني من هذا الفريق مره لاعبون كبار وكثير منهم حمل القميص ديال الفريق الوطني. نتذكر يعني سعيد غاندي وحمان لاعبين بارزين فريق وطني في السبعينات. نتذكر مرحوم بيتشو، نتذكر مرحوم عبد الله بكار، نتذكر الايقونه دولمي، كثر اختي عمر الفنان اختصاصي في القطرات الصغيره. الاسره الرجاويه يعني تعش بالمواهب. يمشي تلاعب كل لاعب ينسيك في لاعب تتعاقب الاجيال والمتعه واحده. يعني الرجاويون سيتذكرون طويلا الابجيكو لانه صنع هذا الفريق من النواه الاولى ديال الفريق تدريجيا رويدا. الرجاء من عيوبه الاولى في السنين السبعينات من القرن الماضي كان كيلعب على الفرجه والسوليات الخاطئه ونساء الالقاب. ولكن ابتداء 89 المعانقه او اللقب في الدوري الوطني بدا التفكير جدي. هو بمناسبه بدا التفكير جدي في الالقاب. هو بمناسبه الفريق المغربي الوحيد اللي فاز ب6 ديال الالقاب ديال الدوري الوطني متتالي، رقم لم يسبق له مثيل من طرف باقي الفرق المغربيه. كره رجاويه من جديد، امرون يتدخل، عياء كبير دق لاقدام اللاعبين التطوانيين ينتظرون فقط صدره النهايه. فرصه العلامه الكامله للحارس. يمكن النقطه المضيئه في المغرب التطواني في المقابله هو الحارس الشاب. لولا كان يمكن حتى تكون على الاقل واحد 8 ولا 7-0 لما الحارس يقف يقاوم لوحده هذا الطوفان. الجمهور يتغنى بهذه الخماسيه يعني طوفان بشري. المقابله تمشي للدقيقه 87 من جديد عند الرقي، وربما انذار من طرف الملحاوي، انذار للملحاوي. نرفزت بعض اللاعبين بلد حسام الدين الصنهاجي، نرفزت بعض اللاعبين لا مبرر لها. المقابله تدور جو رياضي صرف واخوي ما بين الانصار واللاعبين. يعني الحكم في حديث مع حسام الدين الصنهاجي فيما بورزو يتابع قسمات وجوه اللاعبين. لاعبون في حاله انتشاء وفرح وسرور وتاكيد هنا في مركب وفي كل معاقل فريق الرجاء بالعاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء. وانصار الرجاء في كل ربوع العالم يتغنون بهذا الفريق. ليس فقط في المقابله بل في كل اللقاءات امام فريق الرجاء مرجعيه كبيره على المستوى الوطني والعربي والافريقي. كره رجاويه، محاوله تمرير تمشي من جديد. هذا الرقي ارتقى مع باقي الرجاويين باداء الرجاء في هذه المقابله نتيجه واداء. المغرب التطواني الشوط الثاني غائب تماما عن المقابله. ليس لانه ضعيف ولكن لان الرجاء فرضت اسلوبها واستأسدت نتيجه واداء. كره للمغرب التطواني، هذا خضروا محاولة المرور، يحاول التمرير، انما الحكم يعطي الامتياز. العلامه الكامله لحكم المقابله رضوان جيد اوصلها لبر الامان و فيستيفال الرجاء المتواصل. محاولة المرور مستخلصه بشكل صحيح. الحكم ترك الامتياز، كنضرب ولكن ترك الامتياز. هذا شحوح في الحارس وروح رياضه كبيره ما بين الرقي ولاعب امرا بالظهير الايسر لفريق المغرب التطواني. شاف لاعب سابق للرشاد البرنوسي، يمر مابيدي لمن محاوله المرور. مشاو الان الايقاع ديال الاسلوب سلس، ينتظروا فقط صافي النهايه. البنزرتي ادى المهمه كامله، ميسيون كومبليت للبنزرتي وكل لاعبين ومكون فريق الرجاء. فيما هذا الدرس لن ينساه عزيز العمري وكل مكون فريق المغرب التطواني في هذه المقابله. توقعنا كل سيناريو الى هذا السيناريو الذي انهار خلاله فريق المغرب التطواني وبخماسيه وبطريقه حتى الاهداف التي سجلت كانت على درجه عاليه من المتعه والجماليه واعطت يعني اضافه مثيره لهذه المقابله. انذار للرقي
طرف حكم المقابله جيد، اجدت المقابله سلوكا وتطبيقا بالحرف. هنا الحكم الكبار ما تيتنرفزوش. الحكم الجيد يتموضع جيدا، يكون قريب من حامل الكره، واذا اتخذ القرار وكانت حتى هناك رد فعل لاحد اللاعبين لا ينفعل. هو الشيء اللي نجح فيه الحكم رضوان جيد الذي سبق له انقذ لقاءات مهمه على المستوى الافريقي سواء للمنتخبات او عصبه الابطال الافريقيه لكره القدم. هذه فرصه للمغرب التطواني، انما 4 ديال اللاعبين وكان سوء تفاهم ما بين خالد العسكري ومحمد كولحد. نقترب من هذه المقابله 90 دقيقه انتهت. الحكم كم سيضيف كوقت بديل فيما هناك اصابه احد اللاعبين، ويمكن نقول الان تقريبا بضع مئات من انصار المغرب التطواني هم الذين بقوا في المكان المخصص، بينما باقي الجمهور الرجاوي ينتظر صفاره النهايه. هنا خروج الحارس خالد العسكري كان عنده سوء تفاهم مع احد اللاعبين. المقابله عموما يمكن نقول خلال الرجاء الاهم رشيد سليماني بورزوق. يمكن بورزوق في هذه المقابله خرج من حاله ديال الضغط التي عاشها لشهور عديده، والذي تم توقيفه ل6 شهور. هنا يمكن نقول هنا عناق ما بين مابيدي وفوزي الطنطرتي وعميدو. المدرب الجواشر كيعطي تعليمات، هو اللي غادي يمد بها باقي اللاعبين، واثق من قدرات اللاعبين، وصاحب يعني الفضل على المتولي هو المدرب. عطاه اشارات العميد، عطاه الثقه المسؤوليه، قالوا بانك انت عميد يا فريق، ما تجيش ماشي اي لاعب يجي وياخذ عميد يا فريق الرجاء. هو الشيء اللي جعل اللاعب يدخل لواحد الحاله من النضج ومن التفاني والعطاء المثمر. الدليل هو ما يقدمه الان من مستويات مهمه المتولي وباقي اللاعبين. يعني مجموعه الرجاء تنتهي المقابله